السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر محمد أبو بكر مدرس مادة تاريخ للثانوية العامة. امتحانك بكرة يا بطل. تعبت؟ مادة تفاصيلها كتير، مكلكعة، حواراتها كتير جدا. جاي ألخصها لك إن شاء الله النهاردة في أقل وقت. طب ألخصها لك إزاي؟ ده حرفيا أهم فيديو أنت محتاجه. أنا ليه جيلك وامتحانك بكرة؟ علشان جمعت لك أهم أفكار في كل النماذج الاسترشادية وعرفك هي اتكررت كام مرة. يعني إيه يا مستر؟ فهمنا أكتر. يعني مثلا عندك الزعامه الشعبيه اتذكرت 7 مرات. طب ال7 مرات يا مستر اتذكروا ازاي؟ هنحلهم مع بعض في اخر الفيديو. فخليك من جوه عيل كده سالك، وخليك عيل صافي، وابعت الفيديو ده لاصحابك علشان كلنا نستفاد وكلنا نفرح ان شاء الله بكره بعد اللجنه، وتبعت لي رساله ويا مستر مبسوط والدنيا زي الفل. طيب تعالى بقى بسرعه عشان ما نضيعش وقت، امتحانك خلاص على ابواب يعني. اول حاجه، الزعامه الشعبيه اتذكرت كام مره في المنهج؟ قال لك اتذكرت 7 مرات. فمعنى كده ان دي موضع امتحان بنسبه 100%. كمان بيقول لك موقفها من محمد علي سواء من اول صعودا او انفرادا. يعني هل الزعامه الشعبيه ساعدوا محمد علي يتولى الحكم؟ طبعا. الزعامه الشعبيه وقفت مع محمد علي كم مره عسكريا؟ مرتين. مره والزعامه الشعبيه وقفت ضد رفض نقل محمد علي كم مره؟ مرتين. طب الكلام ده احنا هنشرحه ازاي؟ هنشرحه على شكل تفاصيل دلوقتي وافكار واسئله. طيب اكتر تاني حاجه اتكررت معانا كانت حرب اكتوبر. حرب اكتوبر اتكررت كم مره في المنهج؟ اتكررت 6 مرات في النماذج الاسترشاديه. طب ما دام اتكررت 6 مرات، هو عايز ايه؟ عايز عناصر التفوق، وعايز الخداع، وعايز الحشد، وعايز كفاءة المقاتل. عناصر التفوق يعني مين الناس اللي ساعدت في الانتصار في حرب اكتوبر. فمعنى كده ان هو عايزك تبقى فاهم مين المشير احمد اسماعيل بتاع خطة بص العصفورة، مين سعد الدين الشاذلي بتاع خطة المآذن العليا، مين محمد عبد الغني الجمسي بتاع خطة ساعة الصفر. فالكلام ده هنتكلم عنه بالتفصيل. ثورة يوليو اتكررت 6 مرات، سواء الانجازات، سواء في افريقيا، سواء في الجانب الاجتماعي، سواء في الزراعه. هتقول لي يا مستر ثوره يوليو دي اخر درس في باب الرابع طويل جدا. اكتر حاجه اتذكرت 3 عناصر دول، وهنمسك ال3 عناصر دلوقتي نفصصهم كلمه كلمه. طب ايه كمان؟ قال لك اللي اتكرر معانا برضو سياسه النجلزه والقبضه الحديديه، سواء كرومر ودانلوب وكاتشنر. هتقول لي يا مستر بس دانلوب ده اصلا في التعليم. ايوه ما انا عارف، بس كان قبضه حديديه لصالح انجلترا. طيب كرومر وكاتشنر ليه ما جابش جوريست؟ هو ما ذكرهوش، جوريست كان عامل تمصير. بص السؤال عايز منك نجلزه، يعني حاجه لها علاقه بالانجليز. كمان التواجد المصري في القرن الافريقي، وما دام قال لك قرن افريقي يبقى بيتكلم على الانجازات في عهد اسماعيل. لاحظ لو قال افريقيا ده محمد علي، قال قرن افريقي يبقى اسماعيل. طيب تعالى كده واحده واحده بقى نشوف العناصر اللي اتذكرت. انا كده عرفت الاجزاء اللي اتكررت كتير قوي وانت هتدوس عليها. تعالى نمسك العناصر اللي اتذكرت، بعدها نمسك الاسئله. طب هم دول كام صفحه اصلا؟ 7 صفحات. فتعالى واحده واحده بقى على الهادي، انا بجري وبتكلم بسرعه عشان ننجز بس. يلا. اول حاجه ومن اكتر الحاجات اللي اتذكرت معانا منشور نابليون. بقول لك بقى ولبقته السياسيه. يعني ايه؟ يعني الراجل ده كان بيجامل الدوله العثمانيه وفي نفس الوقت بيحاول يجذب المصريين له. الكلام ده اتذكر كم مره في النماذج الاسترشاديه؟ اتذكر 3 مرات. كمان بيقول لك موقف الجبرتي والوعي المصري الساخر من المنشور. يعني ايه؟ يعني اول حاجه نابليون ده كان بيقول للسلطان انا مش جاي احاربك، فاستخدم مع السلطان اسلوب التعظيم. وبالمناسبه مش نابليون بس اللي استخدم مع السلطان اسلوب التعظيم، عندنا شخص كمان اسمه دافرين. ايوه في القانون الاساسي استخدم اسلوب اسمه ايه يا شباب؟ اسلوب التعظيم. طب ايه كمان؟ الشخص ده يا شباب لعب مع المصريين على حاجتين: جانب الدين ان عبد الله احترم نبيه واحترم القران، ولعب كمان على الجانب السياسي انا جاي اعمل لكم حكومه اهليه. طب انا عندي نابليون ودافرين بتاع انجلترا استخدموا اسلوب التعظيم، وعندي نابليون استخدم مع المصريين اغراء سياسي وديني. طب دي واحده تانية اتذكرت ان هو عمل حاجه اسمها اعلام سياسي، يعني المنشور ده بيقول للشعب انا بعرفكم. طيب اتذكر كمان التالتة ان مجمل المنشور بتاع نابليون الترغيب والترهيب، وده سؤال سهل ما ينفعش ان انت تغلط في اسئله في الفصل الاول اساسا. طيب ايه كمان؟ احوال مصر قبل الحمله اتذكرت مرتين. مره سال على المجتمع المصري ان هو كان قبل الحمله كان فيه طبقيه، والمجتمع كان طبقتين اتنين بس، اوعى تقول 3 حكام ومحكومين. ومره سال على التجاره وتحديدا التجاره الخارجيه ان هي اتاثرت بسبب الكشوف الجغرافيه. ومره سال على الصناعه ان هي كانت يدويه بسيطه، وده ظهر بشكل واضح لما مينو جه وضح الكلام ده، لان مينو جه عمل مصانع فكده اثبت ان انت ما كانش عندك صناعه اساسا. طيب الصراعات الداخليه بين المماليك، والنص ده جه في الامتحان، كان بيقول لك ان المماليك اهملوا تحصين البلاد، وكان في برميل
بارود واحد في قلعه قايتباي. يعني ازاي هضرب بالمدافع وانا ما عنديش بارود؟ فدي اتذكرت. طب خلي بالك كمان ممكن نقول ان المماليك عملوا حاجه اسمها اهمال جانب عمراني. يعني ممكن ما الاقيش كلمه تحصين البلاد دي ولا اهمال الجانب العمراني، وده عكس محمد علي. محمد علي حصن البلاد. طيب مقاومه الحمله، ركز هو عايز مني ايه؟ عايز مقاومه الصعيد اللي كل سنه بيجيبها في الامتحان لا محاله. طب مقاومه اهالي الصعيد، هو نابليون فشل ليه؟ هتقول لي يا مستر انا عارفها، عشان طول الوادي. كلامك مظبوط يا حبيبي، بس هو في الامتحان ما بيجيبش السؤال المباشر. بيقول لك نابليون افتقد لعلماء الجغرافيا في مرتين. مره في الصعيد بسبب طول الوادي، والمره الثانيه يا شباب ودي مهمه جدا 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 لما حاول يربط البحرين اللي هي قناه السويس. المحاوله الاولى فشلت. طيب معنى كده لو جابها لي في الصعيد هيقول لي نابليون كان محتاج ايه؟ او اكثر ما يحتاج اليه هي نابليون وهو موجود في وقتنا الحالي. هقول له بالترتيب كده: الاستشعار عن بعد، نظم المعلومات الجغرافيه، الجي بي اس. لو واحده من الثلاثه دول كانت مع نابليون كان قدر ان هو ينجح في اخماد او السيطره على الصعيد. طب كمان بيقول لك مواقف مراد بك، وده شخص متناقض. ليه؟ رفض عرض نابليون بس وافق على عرض كليبر. وهنا لازم 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 نركز كده. مراد ده شخص بيهتم بمصلحته الشخصيه. في النماذج الاسترشاديه بقى ما جابش كلمه مصلحه شخصيه، جاب كلمه ان الشخص ده عنده حاجه اسمها علاقه براغماتيه. براغماتيه يعني ايه يا شباب؟ يعني بيهتم بمصلحته الشخصيه. يعني ايه يا مستر؟ يعني اللي حضرتك بتقوله بتاع ان الدول الاوروبيه لا تنظر الا لمصلحتها وان الشخص او الحاكم لا ينظر الا لمصلحته، في النماذج الاسترشاديه مغيرها، جايبها بكلمه ايه؟ براغماتيه. طيب تعال نشوف. بيقول لك الشخص ده في نابليون لما عرض عليه رفض لانه كان يدرك نوايا نابليون، بس كليبر لما عرض عليه وافق. وافق ليه؟ لسببين: اول حاجه خايف ان الاتراك يجوا ياخدوا منه نفوذه، تاني حاجه عايز يبقى له نفوذ ويسيطر على الدوله بعد رحيل الفرنسيين. طيب من الحاجات برضو اللي اتكررت معانا كتير برضو معركه ابو قير البحريه. هتقول لي يا مستر دي بدايه النهايه للحمله، صح، بس انا عايزك تركز على الجمله اللي بتقول ان دي اول رد فعل من انجلترا ضد نابليون، اللي هي كانت معركه ابو قير البحريه. كمان معركه ابو قير البحريه جت في النماذج الاسترشاديه ان تحول موقف الفرنسيين من دور الدفاع، من دور الهجوم، لدور المحاصر، بقوا محاصرين. طيب ايه كمان اتكرر معانا في النماذج؟ تعال نشوف. ابعت لي رساله على الواتس وابعت لك الملزمه دي لو انت عايزها. يعني هتلاقي الرقم موجود عندك في الكومنتات. تعال نشوف. بقول لك قراءه المشهد بتاع الحمله الفرنسيه. ثانيه واحده. قراءة المشهد، مشهد النهاية للحملة الفرنسية منذ بدايتها بسبب الحصار الإنجليزي والأسطول. دي الجملة بتاعت أبو قير البحرية اللي هي اتكررت مرتين. طب قادة الحملة كليبر ومينو، بقول لك دول جت معانا واحدة في الامتحان. هل الاثنين دول كان عندهم نفس الفكر ان هم يقعدوا في الدولة؟ طبعا لا. ليه؟ لأن كليبر كان من أنصار الرحيل ومينو كان من أنصار البقاء، فهم متناقضين. واحد يسألني بقى ليه كليبر من أنصار الرحيل؟ ده جت في امتحان 21. لأنه لا يمتلك نفس عقلية نابليون. كان في مشاكل بس هو ما عندوش نفس العقلية. إنما مينو بيمتلك عقلية نابليون ويتفوق عليه في الجانب الاقتصادي والاجتماعي. لان هو له انجازات اقتصاديه، نابليون لا. بقول لك بقى تدهور موقف الحمله عسكريا في عهد كليبر وبدا تنفيذ المشروع الفرنسي الاقتصادي في عهد مينو، فكده هم مختلفين عن بعض تماما. طيب اكتشافات الحمله، المجمع العلمي يعني بيقول لك الاكتشافات بتاعتها زي حجر رشيد فاد المصريين بشكل كبير جدا في معرفه الحضاره المصريه القديمه. وصراحه مش عايز اقف عند الفصل الاول كتير لان هو كل اللي بيجي منه 3 أو 4 اسئله. تعال نخش بقى في ال 12 سؤال بتوع محمد علي. اول حاجه بروز شخصيه محمد علي والزعامه الشعبيه. بقول لك دور عمر مكرم والزعامه الشعبيه في توليه محمد علي وصك الولايه دي اتكررت 4 مرات. تعالى واحده واحده. امتى اول مشهد لمحمد علي معانا في مصر؟ اول ظهور لمحمد علي في مصر لما جه مع الاسطول اللي خرج الحمله الفرنسيه. طيب امتى اول مره محمد علي يبقى له مشهد مع الزعماء؟ لما انضم للثوره اللي حصلت سنه 1804 خوفا ان تصيب الثوره جنوده. يا ريت تكون بتكتب ورايا، ده هم 7 ورقات مش هياخدوا وقت. طيب ايه كمان؟ امتى الشعب تمسك بمحمد علي واختاروا حاكم سياسي؟ في اجتماع دار المحكمه او في بيت القاضي او في الاجتماع القضائي سنه 1805. طيب امتى محمد علي تخلص من الزعماء؟ في الازمه الاقتصاديه سنه 1808 وتخلص منهم بسبب انقساماتهم. تمام؟ دول ال4 مواقف اللي اتذكروا. طيب تعال نشوف.
هو اتكلم اكتر على الازمه الاقتصاديه لان محمد علي اتخلص من صك الولايه واتخلص من معاهم مكرم. وهنا نقول لك خلي بالك امتى محمد علي اتخلص من صك الولايه وامتى محمد علي انفرد بحكم مصر. انفرد بحكم مصر وما بقاش عنده اعداء سياسيين خالص بعد التخلص من المماليك في مذبحه القلعه. وبالمناسبه ده مش اخر ظهور للمماليك، اخر ظهور للمماليك كان في السودان. ده سؤال وده سؤال تاني. امتى محمد علي اتخلص من صك الولايه؟ اتخلص من صك الولايه لما اتخلص من عمر مكرم. طيب من الاسئله برضو اللي تركز عليها هنا يقول لك ايه؟ نكران الجميل ان يقصر الاعمى العصا التي كان يستند عليها بعد ان يبصر. تنطبق الجمله على علاقه محمد علي بعمر مكرم لان مجرد ما وقف على رجليه شويه وبقى متمكن راح متخلص من عمر مكرم. طيب تعال نكمل كده. سياسه محمد علي الاقتصاديه دي برضو اتذكرت تقريبا 4 مرات. تعال نشوف اللي هي سياسه الاحتكار. فهنا بقى هتقول لي يا مستر انا مش فاكر اصلا يعني ايه احتكار. احنا قلنا يا شباب ان كلمه احتكار معناها انغلاق، كلمه احتكار معناها انكماش، كلمه احتكار معناها باب مغلق، كلمه احتكار معناها السيطره والهيمنه. لما نيجي نقول بقى الغاء الاحتكار فمعنى كده ان كلمه انغلاق دي هتبقى انفتاح، وانكماش هتبقى امتداد، وانفراد اللي محمد علي مسيطر على الدوله هتبقى عولمه، والباب مغلق هتبقى باب مفتوح. انت عندك مشكله مع كلمه باب مفتوح، انت مش فاهمها اصلا. يعني ايه كلمه باب مفتوح؟ باب مفتوح يا شباب يعني دلوقتي اي حد يخش، الدوله رفعت ايديها. فهنا بيقول لك بقى ده اثر على ايه؟ مين الناس اللي هتستفاد ومين الناس اللي هتضر؟ في فيديوهات الشرح اللي موجوده عندك على القناه احنا قلنا في عندنا قاعده ثابته على مر العصور حتى في الزمن بتاعنا دلوقتي. بتقول ايه القاعده دي؟ اي تاثر اقتصادي يتبعه تاثر وتغير اجتماعي. كنت شغال وظيفه معينه او والدك شغال وظيفه معينه بيقبض مبلغ كبير مثلا، فاكيد هو هيكون في وضع اجتماعي عالي. الوظيفه دي اختفت او سابها وراح وظيفه اقل، فاكيد هو في وضع اجتماعي هيقل. فمين الناس اللي هيستفادوا بعد سقوط نظام الاحتكار؟ الاعيان. ليه؟ لان يبقى لهم تمليك للارض بموجب قانون المقابله. يا مستر طب مش قلت لي اول من تملك الارض محمد علي الفلاح؟ محمد علي ملك الارض للفلاح بس كانت ملكيه مشروطه، يعني خد الارض بس ازرع اللي هقول لك عليه. طب مين اللي اداله ملكيه غير مشروطه واداله حريه واداله التوريث؟ كان اسماعيل بموجب قانون المقابله. طيب ارجع تاني، يبقى اكتر ناس استفادوا الاعيان. طب اكتر ناس اتضروا؟ قال لك طوائف الحرف وعمال المصانع لان المصانع طبعا هتتقفل. طب تعالى اديك فكره سؤال كمان ما جاتش في النماذج بس هي حلوه. بتقول ايه بقى الفكره دي؟ ان الاعيان استفادوا بموجب قانون المقابله واتضروا بموجب قانون الاصلاح الزراعي اللي عمله جمال عبد الناصر. في كده في علاقه تناقض بين اسماعيل وبين جمال عبد الناصر في ايه؟ في الموقف من الاعيان او موقف من الفلاحين او الموقف من الراسماليين. طيب برضه من الحاجات اللي اتكررت مرتين تطهير البحر الاحمر من القراصنه في عهد محمد علي. وشركه الهند الشرقيه بدات تعدي من مصر. مش انت هتقول لي يا مستر ان انجلترا دي كانت بتكره محمد علي وفي بينها وبينه عداء؟ بس احنا قلنا ان الدول الاوروبيه لا تنظر الى مصلحتها وبتيجي في الامتحان بمعنى براغماتيه. نظرت للعلاقه البراغماتيه يعني نظرت لمصلحتها الشخصيه. طيب توسعات محمد علي في السودان لسه كنت بشرحها لك من شويه. محمد علي قال انا رايح اخد السودان عشان اتبع بقايا المماليك الهاربين الى دنكولا في السودان. يبقى اخر ظهور للمماليك كان في السودان. اوعى تقول لي مذبحه القلعه. طب فكره كمان، اول ما تلاقي كلمه السودان او تلاقي ليبيا او تلاقي فلسطين او تلاقي بلاد الشام تجري تختار كلمه عمق استراتيجي، بعد استراتيجي، مجال حيوي، دول الجوار. يعني اي دوله من دول مصر اهتمت بيها زمان ودلوقتي ليه؟ عشان الدول دي بالنسبه لنا عمق استراتيجي، بعد استراتيجي، مجال حيوي، دول الجوار. طب فكره كمان على السودان هتقول عليها اقل الحروب مده زمنيه بالنسبه لمحمد علي واكثرها استفاده. دي اقل حرب دخلها من حيث المده الزمنيه 1.5 سنة تقريبا، واستفاد منها بقى في التجنيد الاجباري وفي الاحتكار وفي الذهب وتنشيط التجاره والمدن، استفاد منها كتير جدا. طيب ايه كمان؟ كلمه التوازن الدولي او خلل في التوازن الدولي. توازن دولي في المنهج كله اتذكرت مرتين. مره لما محمد علي هزم السلطان العثماني في موقعه نزيب او نصيبين او نسيب، ومره لما بلغاريا هزمت السلطان العثماني وفرضت عليه معاهده عرفت باسم سان ستيفانو. يبقى اشبه محمد علي بدوله بلغاريا. الاثنين دول عملوا اختلال في التوازن الدولي. ممكن نقول عليهم كمان القوى التي لا يلقى لها بال. ممكن نقول عليهم نظريه الفراشه. لو حركت جناحها في الشرق يحصل اعصار في الغرب، ولو حركت جناحها في الغرب يحصل اعصار ودمار في الشرق. الكلام ده بينطبق على مين؟ على محمد علي وبلغاريا. ليه؟
لان دول ما كانوش قوه، دول ظهروا من الاحداث وعزموا حد عملاق اسمه السلطان العثماني. طب محمد علي فرض على السلطان معاهده عرفت باسم صلح كوتاهيه، بينما بلغاريا فرضت على السلطان معاهده عرفت باسم سان ستيفانو. طب صلح كوتاهيه محمد علي خد 5 بلاد، سان ستيفانو بلغاريا خدت بلد، يبقى القاسم المشترك بين الاثنين انكماش املاك السلطان. طيب تعال نشوف حروب المورا ونجاح تجربه المصريين. في سؤال كلكم عارفينه اللي هو اول معركه للجيش المصري، هتقول لي اليونان، هقول لك انت عبقري. بس لو قال لي اول معركه للجيش المصري منفردا خالصا منذ بدايتها، يعني الجيش المصري بس هو اللي بيحاربها، لازم تقول الشام. فرق بين اليونان والشام. طب ظهر لمصر شخصيه دوليه، اقول له بعد طبعا حرب الايه؟ بعد حرب اليونان. طب عهد الخديوي اسماعيل بالمناسبه لازم يجيبها، وجابها في امتحان الازهر السنه دي بالمناسبه. بقول لك التجربه التنمويه والتوسع. مصر دايما يا شباب بتهتم بافريقيا وتبعت لهم علماء من الازهر يعملوا دور تنويري وثقافي، وكمان بتهتم بالدين وبتهتم بمؤسسات هناك. نفس الكلام ده عمله جمال عبد الناصر، نفس الكلام ده عمله السيسي. يبقى تاني كده بالترتيب، اسماعيل وجمال عبد الناصر والسيسي القاسم المشترك ما بينهم الاهتمام بتثقيف الشعوب الافريقيه. طيب تعالى نروح لصفحه 3. هنا بيقول لك اسماعيل ومحمد علي متشابهين في عده عوامل. اول حاجه مجلس الشورى طبعا. ليه؟ مجلس الشورى اتكرر 3 مرات. مجلس شورى النواب في عهد اسماعيل وعهد محمد علي الاثنين دورهم سوري، شكلي، مزيف، مشوه، منقوص. يعني ايه؟ يعني موجودين كده وخلاص. طب ليه؟ طب ما دام موجودين وخلاص عملوهم ليه؟ ليضيفوا للحكم رونق وبهاء. وانا شرحتها لك، قلت لك لو انا جاي اقابل حاكم من اي دوله اوروبيه ودخلت لقيته قاعد لوحده، هرجع اقول للدوله بتاعتي ده حاكم ديكتاتوري، ده حاكم اوتقراطي، ده حاكم ظالم وكذا وكذا وكذا، ده بياكل مال يتيم كمان. انما لما اخش الاقي على ايده اليمين اعضاء مجلس النواب وعلى ايده الشمال الوزراء، هرجع اقول للدوله بتاعتي ده حاكم ديمقراطي، ده معنى كلمه رونق وبهاء حضاري. فهنا محمد علي واسماعيل متشابهين ان عملوا مجلس نواب جهله ما فيهوش متعلمين، وكمان عملوه علشان يضيفوا للحكم رونق وبهاء. بس انا عايز اركز على مجلس شورى النواب بتاع اسماعيل اللي تم انشاؤه سنه 1866. ركز. او ممكن يقول لك تم انشاؤه في النصف الثاني من القرن 19. ليه بقى المجلس ده مهم جدا؟ لان اتكرر 3 مرات في الامتحانات. اول حاجه بيقول لك ان هو خلى من المتعلمين. تاني حاجه بيقول لك اقتصر في فئات معينه، يعني مش اي حد كان بيخش. تالت حاجه بيقول لك ان هو كان منحه من الحاكم. فتركز على مجلس النواب ده لان ده سؤال مضمون بنسبه كبيره. طيب هنا بيقول لك الديون والازمه الماليه كالستار اتخذته الدول الاوروبيه، اتلككوا يعني عشان يتدخلوا في مصر. يبقى هنا انا عندي سؤالين في الجزئيه دي. السؤال الاول يقول لك ايه السبب المعلن الغير حقيقي للدول الاوروبيه للمطالبه في التدخل في شؤون مصر؟ اقول له سبب اقتصادي، قالوا عايزين فلوسنا. طب ايه السبب الخفي الغير معلن؟ لا اما اقول له التوسع جنوبا يعني سبب عسكري، لا اما اقول له قناه السويس، ودي اتكررت مرتين في النماذج الاسترشاديه. خلي بالك احنا بنعيد على 460 معلومه اتقالوا، فانت تركز. طيب وان شاء الله الامتحان هنا بالنص. ايه كمان؟ البناء الاداري من اهم الاجزاء اللي في المنهج بلا استثناء. وفي فكره اللي حط نماذج الاسترشاديه بجد اقول له شابوه، انت جامد جدا. فكره مفيش مدرس مصر شرحها ولا اي حد شرحها، هو اللي وضع الامتحان عايزك تفهمها. كلنا بنقول ان محمد علي لم يقم بالفصل بين السلطات، كلنا بنقول كده، وفعلا محمد علي عمل كده. كان بيدخل السلطه التنفيذيه في التشريعيه في القضائيه. عدا حاجه واحده بقى، بقول لك انشا محمد علي جمعيه الحقانيه لمواجهه الفساد الاداري. فساد اداري ده سلطه تنفيذيه، ده شخص موظف. فلما اجي الشخص الموظف يبقى في عقاب من المحكمه او من القاضي، يبقى انا كده فصلت بين السلطات. يبقى الحاجه الوحيده اللي محمد علي فاصل فيها بين السلطات انشاء جمعيه الحقانيه لمعاقبه كبار الموظفين، وكانت بمثابه جنايات وجنح. يعني انت عملت جنايه، عملت جنحه، جريمه كبيره او صغيره، هتعاقب في الحالتين. طيب كمان بيقول لك انشاء كوميسيون مصر بسبب زياده الاجانب، بس كوميسيون مصر في عهد سعيد. طب لو قال لي محمد علي عمل ايه في مصريين واجانب، هقول له عمل مجلس التجار. طب لو قال لي اسماعيل عمل ايه بيضم مصريين واجانب، اقول له المحاكم المختلطه. يبقى بالترتيب محمد علي ايه الحاجه اللي عملها بتضم مصريين واجانب؟ مجلس التجار. سعيد ايه الحاجه اللي عملها بتضم مصريين واجانب؟ كوميسيون مصر. اسماعيل لا، المحاكم المختلطه. كمان بيقول لك دور رفاعة الطهطاوي، صراحه هي اتذكرت مره واحده بس تركز عليها، ان رفاعة الطهطاوي كان بيؤمن بمبدا اسمه توطين المعرفه. يعني عايز يخلي المعرفه عندنا، لان جاب مدرسه الألسن وبدا يترجم الكتب اللي بره. طيب الفصل الثالث من برضه من الفصول الثقيله، وعايز اقول لك حاجه، الفصل الثالث افكاره
حرفيا صعبه جدا في النماذج الاسترشاديه، فمحتاجين بقى نعلى كده ونركز مع بعض. اول حاجه بقول لك المطالب الفئويه للضباط وسوء الاوضاع الاجتماعيه والعسكريه وحركه التنقلات المباشره، دي اتكررت مرتين. هتقول لي التنقلات مباشره، مش هو يقصد ان اللاي ما بقاش لاي؟ عبد العال حلمي ايوه صح، اتقلل رتبته، حصل تنقل اداري، كلامك مظبوط، بس خلي بالك هو جابها ازاي في الامتحانات. قال لك ان المطالب الفئويه دي اتقدمت لسببين، سبب اداري وسبب مالي. السبب الاداري عدم ترقيه المصريين، ما كانوش بيترقوا في الوظائف. طب والسبب المالي عدم الحصول على مرتباتهم، بل كان بيقل منهم. طب هو حاجه تانية بس تبقى انت عارف، هو العسكري بيشتغل ايه غير عسكري؟ ما بيشتغلش. فتاخد بالك من جزئيه زي دي، ان العساكر طلبوا بمطالب فئويه لسببين، سبب اداري وسبب مالي. طب ايه كمان؟ الحزب الوطني وجمعيه مصر الفتاه قررت مرتين. الحزب الوطني كان بيطالب باربع حاجات. اول حاجه الغاء المراقبه الثنائيه وانشاء مراقبه وطنيه. تاني حاجه الغاء النص الخاص بالسكه الحديه عشان ده ملوش علاقه بالديون. الغاء النص الخاص باملاك محمد علي واملاك اسماعيل. كانت دي بقى اللي تهمني الرابعه، انشاء مراقبه وطنيه يكون فيها 3 اجانب وكمان وحد الديون. فدي مهمه جدا تاخد بالك من مطالبهم، لان كانت مطالب وطنيه دستوريه. طيب جمعيه مصر الفتاه كانت بتطالب بالليبراليه، يعني بتطالب بالحريه. مظاهره عابدين سبتمبر. قبل ما اشرح عابدين واركز ان هنا يتم عزل رياض وتعيين شريف، قبل ما اشرح الحته دي لازم تفرق بين مطالب يناير وفبراير اللي احنا قلنا عليها من شويه مطالب فئويه، وهي عابدين الاولى، هي قصر النيل. مطالب مايو دي كانت مطالب عسكريه وسياسيه، ومطالب سبتمبر عسكريه وسياسيه. طب ايه المطلب السياسي؟ عزل رياض وتوليه شريف للوزاره الثالثه. طيب كمان في الثوره العربيه هو ركز قوي 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 على الجزء الاخير بتاع الثوره، بتاع فشل الثوره. وهنا هديك سؤال من الاسئله الثقيله دلوقتي، بقول لك الانقسام في صفوف الامه وفرمان عصيان عرابي. شفت الحته دي؟ بقول لك ان الفرمان ده هو سبب فشل الثوره العربيه. ليه؟ لان بسبب الفرمان ده في ناس كتير جدا بدات تتخلى عن عرابي. طيب هنا بقى نقول اوجه الشبه بين عرابي او القاسم المشترك بين عرابي ومراد بك. ايه القاسم المشترك بين الاثنين يا مستر مراد بك؟ ايه اللي جابه بتاع الفصل الثاني الفصل الثالث؟ حابب ما ده سؤال ربط. القاسم المشترك بين الاثنين افتقدوا للشرعيه الدينيه، او افتقدوا لتأييد السلطان العثماني. السلطان العثماني عزل خورشيد، السلطان العثماني طلع فرمان عصيان عرابي. طيب كمان من الاسئله الحلوه قوي 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 اللي تاخد بالك منها، بان احنا اتكلمنا على مراد، بقول لك ايه القاسم المشترك بين مراد ومحمد علي؟ هقول له مراد بك مراد بك جاله دعم من الجزيره العربيه اللي هم بتوع الحجاز وقفوا معاه دعم عربي، ومحمد علي عمل رابطه عربيه، يبقى قاسم مشترك في الدعم العربي الموالي لهم. طيب ايه كمان؟ بيتكلم بعد كده على ان انجلترا احتلت مصر والصدمه اللي حصلت. طيب في سؤال برضو جه في امتحانات قبل كده، اول اجراء انجليزي على مصر سياسي. طب اول اجراء انجليزي داخل مصر عسكري. ليه عسكري يا مستر؟ عشان تم حل الجيش المصري. طيب تعال نشوف بعد كده سياسه النجلزه والاقتصاد والصناعه والضرايب. ماشي، سياسه النجلزه انجلترا عينت في الوظائف انجليز. طب يا انجلترا انت ليه بتعين انجليز؟ قالت عشان عدم كفاءه القدرات المصريه، قالت عشان المصريين ما بيعرفوش حاجه خالص. طب ايه اللي يثبت الجمله دي؟ كرومر لما طعن المصريين بعدم الكفاءه للحكم الذاتي، قال لك المصريين ما يعرفوش يحكموا نفسهم اساسا، هم ما يعرفوش يتولوا اي وظائف. عشان كده انجلترا بررت النجلزه، يعني اللي يمسك الوظائف انجليز، بسبب عدم كفاءه القدرات المصريه. انجلترا قالت كده. طيب كمان دانلوب ده تركز عليه جامد، لان ده ضن على التعليم، بخل على التعليم وزود نسبه الاميه في مصر لدرجه ان كانت بتتجاوز 95% في البنين والبنات ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا خالص. كمان عمل التعليم بمصروفات عاليه، وكمان موت روح المبدع واحيا روح الموظف. يعني اخرك تكون موظف عندهم اخرك. طيب الكفاح الوطني مصطفى كامل ومحمد فريد، وده ركز عليها برضه بشكل كبير. حادثه دنشواي وحادثه فاشوده، تعالى امتعك بشويه معلومات. بقول لك اول حاجه مصطفى كامل واستغلال حادثه دنشواي. حادثه دنشواي دي اللي هو الجندي الانجليزي اللي كان رايح يصطاد بط او رايح يصطاد حمام في الفيوم، فقتل مرات واحد فلاح، فالفلاح جري وراه فهو مات. المهم يعني كلنا عارفين الحادثه دي ان كانت حادثه ظالمه، لان تم اعدام عدد كبير جدا جدا بسبب الحادثه، والاحكام كانت لا تتماشى مع الحادثه. مصطفى كامل اسمه صاحب وفارس الكلمه. عمل ايه؟ عمل حاجه اسمها اسلوب التشهير الدولي. السلاح بتاعه سلاح ابيض اللي هو القلم،
مش سلاح ابيض اللي هو المطوه، ماشي؟ عمل اسلوب تشهير دولي، يعني قعد يحكي على كل حاجه حصلت، لدرجه ان تم عزل اكبر واظلم واقصى معتمد بريطاني جه على مصر اللي هو كرومر، اللي هو اول حد طبق القبضه الحديه. مين اللي عزله؟ مصطفى كامل. عزله بايه؟ بالقلم. ليه؟ لان استغل حادثه دونشواي. بالله عليك فرق مصطفى كامل، دونشواي، عباس حلمي الثاني، فاشوده، ما تدخلهمش في بعض. وقدر بالفعل يغيرها وغير المعتمد وقتها. طيب ومحمد فريد، محمد فريد اهم اجزاء عنده بالنسبه لنا ان هو عمل حاجه اسمها مدارس ليليه، وضم النقابات العماليه للحزب الوطني. طب جت ازاي في الامتحان؟ ان لم يعتمد على جهود النخبه، ما اعتمدش على الناس المثقفه بس، بل اعتمد على الجهود الشعبيه. ده محمد فريد. طيب تعال نشوف حادثه فاشوده بقى. قال لك عباس حلمي الثاني تراجع، وتراجع هنا يا شباب جت مره بمعنى ان الشخص ده اصيب بمرض اسمه شيزوفرينيا، يعني جاله انفصام في الشخصيه، او راديوكالي. راديوكالي ده يعني تحول جذري وكلي في شخصيه الشخص، يعني بعد الناس اللي كان بيحبهم بدا يكرههم، وده ظهر بشكل واضح بعد حادثه فاشوده. يبقى تاني فاشوده، عباس حلمي الثاني، دونشواي، مصطفى كامل. اتغير يعني بدا يكره الوطنيين، دي اتكررت مرتين برضو. طيب الفصل الرابع، بص انجزنا بسرعه ازاي. اول حاجه بقول لك بقى الاحكام العرفيه وتكميم الصحف اتذكرت كم مره. خلينا في الاحكام العرفيه واعلان الحمايه. كلمه حمايه يا شباب يعني احتلال. حمايه يعني ايه؟ احتلال. انجلترا طبقت الحمايه من سنه 1914 لحد سنه 1922. يبقى كلمه حمايه على مصر استمرت لمده 8 سنوات، يعني ما يقارب عقد. دي حمايه، تمام؟ طب احكام عرفيه. احكام عرفيه دي كان اول مره يتم اصدارها في عهد توفيق. ليه في عهد توفيق؟ قال لك بعد حادثه الاسكندريه طلع احكام عرفيه، واحنا قلنا احكام عرفيه وقانون الطوارئ هي نفس المعنى. طب معناها ايه؟ مجموعه من القواعد والقوانين في ظاهرها تخدم مصالح الشعب، يتم اصدارها وقت الكوارث الطبيعيه، فيضان، زلزال، بركان، فيروس، او الحروب. فهنا طلعوا احكام عرفيه، تمام؟ يبقى احكام العرفيه سنه 1914 دي ما كانتش اول مره، دي كانت تاني مره. طب اول مره كانت في حادثه الاسكندريه. طب وتالت مره في حريق القاهره في عهد فاروق. طب ورابع مره في عهد بقى مبارك. هم دول الاربع مرات يعني. طب ايه كمان؟ عندك ثوره 19. ايه اللي اتذكر في ثوره 19؟ تعال نشوف. اتذكر التطور الاجتماعي ودور المراه، ان المراه كانت اول مره تشارك مع الرجل جنبا الى جنب، واتذكر المواطنه. وهنا ممكن تجيبها لك على شكل صوره، يقول لك هلال جواه صليب، ده بيدل على المواطنه. لاول مره يظهر هذا العلم في مصر، اقول له بموجب ثوره 19. طيب مشاركه المراه في الثوره، اقول له تطور اجتماعي وسياسي. طيب ايه كمان؟ ثوره 19 كانت تعتبر من اهم الثورات الشعبيه، وموقف انجلترا في الثوره دي كان قاسي جدا لان استخدمت الطيارات. طيب معاهده 36 وتصريح 28 فبراير. بص، تصريح 28 فبراير ادى مصر استقلال منقوص سوري مزيف مشوه. ليه؟ لان مصر ما انضمتش لعصبه الامم. طب امتى مصر خدت استقلال كامل وانضمت لعصبه الامم؟ بموجب معاهده 36. يبقى تاني بقى، تصريح 26 مصر ما انضمتش لعصبه الامم، بس معاهده 36 مصر انضمت لعصبه الامم. ودي مهمه جدا، الله يرضى عنك ركز عليها. يعني اصبح لمصر تمثيل دولي واعتراف دولي والانضمام للمنظمات الدوليه ومجلس الامن وعصبه الامم، كل ده بموجب معاهده 36. طب تصريح 28 ليه ناقص ومزيف؟ عشان مصر ما انضمتش لعصبه الامم، وكمان علشان كان مقيد مصر بالتحفظات الاربعه. طب هنا بنقول كمان ان ممكن نشبه تصريح 28 فبراير ده بفرمان 1873 لما ادى مصر برضه استقلال سوري وكان له 4 تحفظات. طيب ثوره يوليو المبادئ السته، بالله عليك موجوده عندك في كتاب التقييمات وانا شرحتها لك. الترتيب بتاع المبادئ السته دي مهمه جدا: قضاء على الاستعمار واعوانه، قضاء على الاقطاع، وسيطره راس المال، والقضاء على الاحتكار. 3 قضاء. 3 اقامه بقى: اقامه حياه اجتماعيه عادله اهي، شايف؟ إقامة جيش وطني قوي، إقامة حياة ديمقراطية سليمة. ترتيب مهم، وبيسأل المبدأ الثالث، المبدأ الرابع، وهكذا. وجت 3 مرات فمهمة جدا. كمان دعمنا أفريقيا كم مرة؟ برضو جت 3 مرات، برضو مهمة جدا. البلاد اللي دعمناها بالمال والسلاح والجنود وهكذا. طيب إيه الوزارات؟ تعال نشوفها. قال لك وزارة سعد زغلول طبعا دي من أهم الوزارات اللي حصلت، اللي لا محالة بيجيبها في الامتحان. أكدت عليها كتير قوي 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 قوي، لأن بدأ يعين المصريين في الوظائف. فكده سعد زغلول بيطبق التمصير عكس النجلذة. تمصير يعني المصريين. طب كمان فصل العملة، فكده سعد زغلول عكس البنك الأهلي. طب فصل العملة ليه؟ عشان يسدد الديون.
كمان باع اكبر جزء من الاراضي لصغار الفلاحين، فكده سعد زغلول عكس سياسه كرومر وكاتشينر. كمان اهتم بالتعليم، فكده عكس سعد زغلول عكس دانلوب، فاعمال سعد زغلول مهمه جدا لان هو متناقض مع الانجليز. طيب ايه كمان؟ مقتل السيرلاستاك او السردار من اصعب اجزاء المنهج وبتتكرر كل سنه. الجيش المصري دخل السودان كم مره وخرج من السودان كم مره؟ دخل السودان 3 مرات وخرج من السودان 3 مرات. اول مره يروح السودان في عهد محمد علي، خرج من السودان اول مره في الثوره المهديه في عهد توفيق، رجع للسودان في عهد عباس حلمي الثاني بموجب اتفاقيه الحكم الثنائي، خرج من السودان بعد اغتيال السيرلاستاك او السردار ودي كانت ثاني مره، رجع للسودان بموجب معاهده 36 دي المره الثالثه، خرج من السودان في عهد جمال عبد الناصر لما ادالهم حق تقرير المصير. انا براجع معاك بسرعه لان انت المفروض رجعت 100 مره، انا بس بفكرك باهم الحاجات. طيب حادثه 4 فبراير احنا قلنا اعتبرها الجيش المصري اهانه له، وخلي بالك جت في النماذج الاسترشاديه ان هي عكس معاهده 36. طول عمرنا بنقول ان وزاره النحاس الاولى بتاعت 36 متناقضه مع وزاره النحاس الاخيره بتاعت 50 في الموقف من الانجليز. في النماذج الاسترشاديه بقى قال لك ان وزاره النحاس او معاهده 36 مختلفه ومتناقضه مع حادثه 4 فبراير 42. طب ليه يا مستر؟ لان هنا طبعا اتدخلوا ونقصوا الدوله في سيادتها، انقاص سياده الدوله، يعني انجلترا كانت بتخش تتحكم وتقول لك هي عايز تعمل ايه وبتنفذه فعلا. طيب الى الامام يا رومل، ودخلوا وعزلوا الملك، ودخلوا هددوا الملك وعزلوا علي ماهر وعينوا مصطفى النحاس. ماشي مفيش مشكله في دي. كمان بيقول لك حكومه النقراش باشا ودي حكومه اقليه متشابهه مع حكومه سعد زغلول ودي حكومه اغلبيه، الاثنين متشابهين ان الاثنين راحوا لعصبه الامم والاثنين فشلوا. وممكن نقول حكومات الاقليه والاغلبيه متشابهين في عرض القضيه على المنظمات الدوليه وبرضه الاثنين فشلوا. وممكن نقول ان حكومه النقراش متشابهه مع حكومه النحاس في المحاوله لتعديل معاهده 36 والاثنين فشلوا. تمام؟ طيب هنا بيقول لك الثورات الحديثه بتاعت الزمن بتاعنا، يعني ثوره 2011 وثوره 2013 في النماذج الاسترشاديه، يعني بص جاب مره دي مرتين ودي مرتين، فالدنيا معاك الفصل الثامن بيجي منه سؤال سهل اهو. مره جاب اسباب ثوره 25 يناير اللي هي تزوير الانتخابات وقانون الطوارئ، دي اتكررت مرتين من الاسباب السياسيه ومن الاسباب الاجتماعيه ومن الاسباب الاقتصاديه. مره جاب دور القوات المسلحه كغطاء واقي لمصالح البلاد اللي هو بتاع فتح السيسي، وفي الغالب ده اللي هيتكرر معاك، ان السيسي دايما او ان الجيش بيمشي دايما في خطوتين او في اتجاهين، او القاعده بتاعته قايمه على جانبين في نفس الوقت، الجانب الاول يحمي حدود البلاد، الجانب الثاني يهتم بمصلحه الشعب. ظهر في 2013 متمثل في مين؟ في السيسي طبعا. تمام؟ تعال نشوف الفصل الخامس. بص بقى، سياسه الفرنسه، فرنسا كانت محتله تونس والجزائر والمغرب. بقول لك سياسه الفرنسه بتمحي الهويه بتاعتهم. يعني ايه بتمحي الهويه؟ بتلغي اللغه العربيه تماما والدين الاسلامي. ظهر في تونس ناس اسمهم علماء تونس وما قاليش اسمائهم، دول كان عندهم متمسكين باللغه العربيه وبالدين الاسلامي. وظهر علماء الجزائر وهنا لازم تعرف اسمائهم. طب ايه اسماء علماء الجزائر؟ اول شخصيه معانا اسمه عبد الحميد بن بديس. اسمه ايه يا شباب؟ عبد الحميد بن بديس. تاني شخصيه اسمه رشيد رضا. تالت شخصيه اسمه بشير الابراهيمي. دول لازم بيجيب منهم واحد، دول كانوا عايزين لغه عربيه ودين اسلامي عكس عباس فرحات بتاع الاندماج. طيب ايه كمان؟ كمان بيقول لك قاسم مشترك بين خالد ابن عبد القادر الجزائري وسعد زغلول، الاثنين راحوا عصبه الامم، وده سؤال سهل ان الاثنين فشلوا. بالمناسبه ممكن تقول كمان سعد زغلول وعلي بك كبير فصل العمله. ممكن كمان تقول من الاسئله برضو اللي تركز عليها هنا، او خلينا اجمع لك في الاخر كلها مره واحده. طيب مؤتمر الجزيره، وفي كتاب المفاهيم انا شارح لك كل المؤتمرات والنتائج بتاعته على تغيير القياده السياسيه في مراكش لما عزلوا السلطان عبد العزيز وعينوا السلطان عبد الحفيظ، وده بيدل كده اهتزاز مكانه امير المؤمنين. طب مكانه امير المؤمنين اهتزت مره في مراكش، خلي بالك المغرب مستقله لا تتبع للسلطان العثماني، ومكانه امير المؤمنين اللي هو السلطان العثماني اهتزت مره في برلين، وهو قاعد كده انجلترا وفرنسا خدوا منه قبرص وتونس. طيب الحمله الفرنسيه واثارها على الخليج العربي. بص انجلترا لها موقفين، موقف سنه 1798 لما خشيت من فرنسا، لو قال 1700 كانت خايفه من فرنسا، راحت تحتل جزيره بريم وراحت فرضت معاهده على سلطان عمان. ومره سنه 1820 لما خافت من محمد علي. دول اللي اتذكروا في النماذج الاسترشاديه. اما لو قال لك اول مره محمد علي يروح منطقه الخليج والجزيره العربيه، هقول له اول مره لما راح الحروب الوهابيه بامر السلطان. طب اخر حرب لمحمد علي كانت في اليمن سنه 37 باسم السلطان. تمام؟ طيب احتلال ايطاليا لليبيا، قال لك طبعا بداوا ينكلوا بشيخ المجاهدين اللي هو عمر مكرم، وبيشبه جرزيان اللي عمل مذبحه وقعد مع عمر مكرم بيشبهوه بكرومر لانه اذبح
او ذبح اهالي دنشواي، وده نفس الموقف بالظبط. طيب ايه كمان؟ بيقول لك مواقف بريطانيا في العراق، عملوا خداع سياسي في المنشور. قالوا احنا دخلنا محررين لا فاتحين، يعني بتوع انجلترا وهم داخلين العراق قالوا احنا جايين نخلصكم، جايين نخلصكم من السلطان العثماني الظالم. نفس الجمله اللي قالها نابليون للمصريين، احنا جايين نخلصكم من مماليك الظالمين. وطبعا احنا قلنا الدول الاوروبيه لا تنظر الا لمصلحتها، يعني كمان لا تثق في وعود المحتل. يعني ايه؟ ما تنخدعش بالشعارات، ركز في اللي بيحصل على ارض الواقع. طب بعد ما مشيتوا الاتراك احتلوا الدوله، ده حصل في العراق. طب ايه كمان؟ هو الفصل السادس والخامس ما بجيبش منهم اسئله كتير، فتعال نشوف مع بعض كده. بقول لك تاثير معاهده 30 على حدوث اضطرابات وتدخل العشائر والجيش وانقلاب. بص، المفروض معاهده 30 دي حصلت في العراق، فالمفروض كده العراق اولى الدول العربيه انضماما لعصبه الامم. والمفروض ان معاهده 30 دي بنشبهها بمعاهده 36 في مصر. معاهده 30 في العراق شبه معاهده 36 في مصر، ان بعد المعاهدتين دول الدولتين دول دخلوا البلاد، دخلوا عصبه الامم، يعني بقى لهم اعتراف دولي. طب الكارثه فين بقى؟ الكارثه ان العراق بعد ما انضمت لعصبه الامم داخليا كان عندها افتقاد التجانس والتماسك للوحده داخل البلاد. وفي دولتين نجحت فيهم سياسه المستعمر اللي هو يدمرهم داخليا. مين الدولتين؟ العراق ولبنان. في دولتين فشلت فيهم سياسه المستعمر اللي هم مصر والمغرب. تمام؟ طيب الثوره العربيه مراسلات الشريف حسين، بيقول لك الشريف حسين طبعا عمل ايه؟ وثق في وعود المحتل، وكالعاده بمنتهى الغباء نسي اهم قاعده عندنا، ان الدول الاوروبيه لا تنظر الى مصلحتها، فدخل معاهم الحرب، وبعد الحرب قالوا له مالكش اي حاجه عندنا. طب ايه كمان؟ اتفاقيه الطائف مهمه جدا جدا جدا، وانهاء الصراعات الحدوديه حصلت بين اليمن وبين السعوديه. بموجب هذه الاتفاقيه اصبحت عسير جزء من دوله السعوديه حتى الان. ممكن يجيبها لك يقول لك الجغرافيا السياسيه تشير الى انقسام دول واندماج دول. في ضوء ما درست اندمجت دوله السعوديه بحدودها الان بموجب، اقول له بموجب معاهده الطائف. طيب كمان مؤتمر سان ريمو واعاده رسم خريطه الهلال الخصيب اللي هي سوريا والعراق، بقول لك طبعا جددوا الموضوع ده، سان ريمو اتكررت مرتين معاك. طب سياسه فرق تسد، او ممكن نقول عليها سياسه فصل الراس عن الجسد. سياسه فصل الراس عن الجسد اتكررت في المنهج مرتين. لو قال انجلترا هقول له فصل مصر عن السودان، لو قال فرنسا هقول له فصل سوريا عن لبنان. يبقى فصل الراس عن الجسد اتكررت كام مره؟ مرتين. مره لما انجلترا فصلت، بص قلت انجلترا فصلت مصر عن السودان، ومره لما فرنسا فصلت سوريا عن لبنان. طيب ايه كمان؟ حكومه فيشي وحكومه ديجول. احنا قلنا حكومه ديجول دي اللي هي حكومه فرنسا الحره اللي هي كانت مواليه لانجلترا، وحكومه فيشي كانت مواليه لالمانيا. تمام؟ دي اتكررت مرتين. الجهاد المقدس، ممكن نضيف هنا سؤال بيقول لماذا اعلن السلطان الجهاد المقدس بعد بدايه الحرب؟ احنا عارفين ان الجهاد المقدس دي رابطه دينيه، احنا عارفين، وان هو عمل كده عشان الزياده العاديه للمسلمين، كل الكلام ده احنا عارفينه. ليه بقى اعلن الجهاد المقدس بعد الحرب ما بدات مش قبل؟ طبعا الاجابه بسبب عدم استعداده للحرب. عدم استعداده للحرب. نخش على الفصل السابع والثامن بسرعه، تعال نشوف. الفصل السابع بيبدا معاك بحرب اكتوبر، وحرب اكتوبر اتذكرت معانا كتير جدا جدا جدا. هو عايز عناصر نجاح الحرب. عايز اول حاجه القاده اللي ساعدوا في الحرب. اول ما تلاقي اهم قائد معاك المشير احمد اسماعيل، بيجي باربع طرق. اول طريقه يقول لك عمل خطه اسمها خداع استراتيجي او مفاجاه استراتيجيه، او عمل خطه اسمها بص العصفوره عشان يعني يغفل اسرائيل. او لو لقيت جولدا مائير تتحدث عن زلزال في اسرائيل، كل ده بينطبق على المشير احمد اسماعيل. طب تاني شخصيه من قاده الحرب المهمين جدا معانا الشاذلي، سعد الدين الشاذلي. عمل ايه الشاذلي؟ عمل خطه اسمها المآذن العليا عشان يعرف ايه اللي موجود ورا خط بارليف. ثم عبد الغني الجمسي عمل خطه اسمها ساعه الصفر، يعني عرف الوقت اللي نحارب فيه بالظبط. طيب كمان بقول لك دور المقاتل، ان هو المقاتل بتاعك يعني كان عنده ثقه في نفسه جدا لدرجه ان هو استوعب كل الاسلحه الحديثه في وقت قليل. كمان خطه الحشد يعني كان ضروري جدا ان الشعب كله يكون موافق على الحرب ومستعد ومهيئ للحرب ومؤيد لفكره الحرب، لان اخطر حاجه بتدمر اي دوله هو الخطر الداخلي. زي محمد علي مثلا، هو ليه وافق على معاهده لندن؟ عشان ثورات اهالي الشام. نفس الفكره. طب ايه كمان؟ عندك مرحله اللا سلم واللا حرب اتكررت مرتين، يقصد بها حرب الاستنزاف.
وفي حته في النص كده لازم اقولها لك. حرب الاستنزاف هنا كان قبلها امريكا قالت على جمال عبد الناصر وعلى مصر اصطياد الديك الرومي. قال لك لو وقعنا مصر اللي هي الديك الرومي بالنسبه للبلاد العربيه وبلاد الخليج هنقدر نوقع كل المنطقه العربيه. عشان كده وقعونا في النكسه، وبعدها جمال عبد الناصر دخل معاهم حرب الاستنزاف. اتكرر في النماذج الاسترشاديه عندك حاجتين، معركه اسمها راس العش ومعركه اسمها تدمير ايلات. دول حصلوا فين؟ دول حصلوا في موقعة استنزاف وانت بتستهلك قوه العدو، دخلت معاهم معركتين، هو اكتر من معركه بس دول اشهر اتنين يعني. طب ايه كمان؟ الدول العربيه اللي قطعت اسرائيل والدول الافريقيه ال 22 دوله اللي قطعوا علاقاتهم تماما باسرائيل. طيب بروتوكول الاسكندريه وميثاق الجامعه العربيه، احنا قلنا البروتوكول اللي هي الشروط اللي اتفقوا عليها. اتفقوا ان هم يعملوا الجامعه صح، فعملوا ميثاق الجامعه. بقول لك البند اللي تاخد بالك منه، البند الكارثي ان كان بيقول القارات ملزمه لمن يقبلها. لو انت عايز تعمل وحده عربيه حقيقيه بين العرب قول القارات بالاجماع والغي البند ده تماما. يعني احنا 7 دول 4 وافقوا على حاجه فالثلاث التانيين لازم يوافقوا. بقول لك بسبب وجود القارات ملزمه لمن يقبلها ظهرت محنه فلسطين. ان احنا 4 دول بس اللي دخلوا حرب فلسطين 48، فطبعا بسبب الاسلحه الفاسده الاربع دول خسروا. طيب ايه كمان؟ تصريح مستر ايدن الاول والثاني بيقول لك ليه انجلترا كانت مرحبه بالعرب ان هم يتحدوا، وده سؤال من الاسئله المهمه جدا جدا جدا. بص، لو قال لك لسبب عسكري يبقى ضمان وجود العرب معها في الحرب زي ما عملت بالظبط فين؟ في معاهده 36 يا مصر اتحدي عشان تضمن ان مصر تخش معاها الحرب العالميه الثانيه. لو قال سبب استراتيجي اقول لك بسبب اهميه المضائق في المنطقه العربيه زي ايه؟ مضيق باب المندب، مضيق هرمز، مضيق جبل طارق، قناه السويس. طب لو قال سبب اقتصادي هقول بسبب اهميه البترول في المنطقه العربيه، فدي مهمه جدا بتاع تصريح مستر ايدن ده. طيب ايه كمان؟ تعالى نشوف القضيه الفلسطينيه. بس قبل ما اخش على القضيه الفلسطينيه عايزك تضيف، بس هو مش كاتبها في النماذج بس انا هضيفها لك. ميثاق الضمان الجماعي، ليه اتعمل ميثاق الضمان الجماعي؟ اهو ليه اتعمل ده؟ قال لك اتعمل بسبب الهزيمه، هو اتعمل سنه 1950، اتعمل بسبب الهزيمه في فلسطين. طب الهزيمه في فلسطين امتى؟ قال لك الهزيمه سنه 1948. طب هو اتعمل سنه 50 لان احنا خسرنا سنه 48. طيب جوه الميثاق ده حصل اتفاقيه اسمها الدفاع المشترك. الدفاع المشترك حصلت بين مصر وسوريا، حصلت امتى؟ في الخمسينات. ولكن اتفعلت امتى؟ اقول لك اتفعلت في حرب اكتوبر، يعني اتفعلت في السبعينات. طيب كمان دور الاتحاد السوفيتي من القضيه الفلسطينيه، هقول الاتحاد السوفيتي او روسيا كانت مؤيده للوجود اليهودي في فلسطين بموجب تقسيم الامم المتحده 47 وحرب فلسطين 48، فكده كانت موافقه. بس كانت مناقضه ومختلفه ومعارضه في العدوان الثلاثي سنه 56، فكده الاتحاد السوفيتي دوره من اسرائيل متناقض في 48 وفي 56. طب ايه كمان؟ عايز برضه اضيف لك حته هنا مهمه. تم اغلاق خليج العقبه واحداث حصار اقتصادي واخذ شعره من ديل الحصان علشان نسد بيها الجرح. دي مصطلحات جت قبل كده لما مصر عملت حاجه اسمها اغلاق العقبه. اغلاق العقبه مرتين، مره سنه 56 1956 ومره سنه 1967. دي اغلاق العقبه او حصار اقتصادي او اخذ شعره من ديل حصان زي ما جت في الامتحانات قبل كده. طيب ايه كمان تاخد بالك منها؟ قال لك وعد بلفور المذكره الصهيونيه ومؤتمر الصلح ومؤتمر بلتيمور واركان الكيان الصهيوني. وعد بلفور العرب ما كانش لهم اي رد فعل خالص 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 في وعد بلفور. المذكره الصهيونيه في مؤتمر الصلح العرب ما قدروش ياخدوا استقلالهم، وعصبه الامم اظهرت ان هي عندها تأييد لليهود ضد العرب واهمال الحقوق العربيه. بس مؤتمر بلتيمور مهم جدا 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 لان الحليف الدولي اتغير لاسرائيل. الحليف كان انجلترا وبعد المؤتمر ده بقى امريكا، فده مهم جدا. طيب ايه كمان؟ اللجنه الانجليزيه الامريكيه وتقسيم فلسطين، فرق بين تقسيم 37 وتقسيم 47. اللجنه الانجليزيه الامريكيه امريكا قالت ان فلسطين كلها ستكون يهوديه. طيب ايه الفرق بين تقسيم 37 وايه الفرق بين تقسيم 47؟ تقسيم 37 لاول مره نشوف دوله لليهود ويبقى ليها منافذ بحريه في الشمال على البحر المتوسط. تقسيم 47 اللي هو الامم المتحده، خلي بالك 37 دي انجلترا اللي هي لجنه بيل. طب 47 اللي هي الامم المتحده بقى في دوله لليهود في الشمال والجنوب على البحر الاحمر وعلى البحر المتوسط، وخدوا املاك واراضي اكتر من اللي اتخصص ليهم في 47. يبقى هنا خدوا في الشمال على البحر المتوسط، هنا خدوا في الجنوب على البحر الاحمر، تمام؟ اللي هي 47. موقف اللجنه العربيه والدفاع عن عروبه فلسطين لما قال لك عايزين نعمل بطاقه لكل شخص، وطبعا انجلترا قالت لا احنا مش موافقين. الصراع العربي الاسرائيلي العدوان الثلاثي اسبابه تاميم قناه السويس ونتائج انسحاب المعتدين
ووجود قوات طوارئ. طيب هنا لسه شارحها لك من شويه، موقف روسيا او الاتحاد السوفيتي اكتبها لك اهي، كان متناقض من وجود الكيان، متناقض مره سنه 48 كان موافق وسنه 56 كان معترض. طيب عدوان 67 او زي ما امريكا قالت عليه اصطياد الديك الرومي، بيقول لك والعمق الاستراتيجي والموانئ الطبيعيه، اللي هم عملوا خط بارليف وقال لك مصر مش هتعرف تعدي. واثر النكسه في قمه الخرطوم. طبعا قمه الخرطوم دي الحاجه الوحيده اللي بنقول عليها نقطه ضوء وسط سواد. ليه نقطه ضوء وسط سواد يا شباب؟ قال لك لان بسبب المؤتمر ده العرب اتكاتفوا واتحدوا. بالمناسبه العرب في حياتهم كلها ما اتحدوش غير في مؤتمر الخرطوم، يعني الوحده العربيه ظهرت بشكل واضح في مؤتمر الخرطوم. وتاني مره في اجتماع وزراء النفط في الكويت لما قال لك هنمنع البترول عن اي دوله بتساعد اسرائيل. طب ايه كمان؟ قرر مجلس الامن واستعاده طلب التحكيم الدولي. طبعا لو جه قال لك مين الرؤساء اللي وقعوا واعترفوا بدوله اسرائيل، هقول له جمال عبد الناصر والسادات، دول اللي اعترفوا بدوله اسرائيل. طب ايه الدليل؟ لان الاول عمل معاهم معاهده سلام والتاني دخل معاهم في تحكيم دولي، يبقى هو معترف بيهم ككيان. طب مين اللي رفضوا وجود الكيان الصهيوني تماما، يعني ما اعترفوش بيه؟ اقول له جمال عبد الناصر ما اعترفش بيهم والملك فاروق ما اعترفش بيهم. طيب اصبح لليهود دوله متكامله الاركان ولها جيش في عهد مين من حكام مصر؟ اقول له في عهد الملك فاروق، لجنه بيل كانت في عهد فاروق. طيب ايه الفرق بين لجنه بيل ولجنه ميلنر؟ الموقف من التباحث، الشعب هنا وافق والشعب هنا رفض. طب شاركت مصر في حرب القرم مع السلطان ضد روسيا، راح قايل بسبب السياسه الخارجيه للدوله العثمانيه وتبعيه مصر وفرمان 41 ومعاهده لندن. طب كمان الحاجات اللي تركز عليها قوي 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 قوي، كلمه اعمال القوى الذاتيه في النصف الاول من القرن ال 19. ممكن ما يقولش محمد علي، هو هنا يقصد محمد علي، ممكن يقول اعمال القوى الذاتيه في نصف الاول من القرن ال 19. طب لو قال النصف الثاني من القرن ال 19 او قال القرن الافريقي، هنا يقصد اسماعيل. طيب شويه القاب لبعض الناس انت يمكن تكون مش عارفهم او ما تاخدش بالك منهم. اول حد معانا الخديوي الشاب. مين الخديوي الشاب؟ الخديوي الشاب يا شباب عباس حلمي الثاني. طب لو قال لك الملك الشاب، هقول له الملك الشاب ده الملك فاروق. طيب كمان عايزك تركز على رب السيف والقلم، ده لقب مين؟ هقول لك ده لقب البارودي. طب اشمعنى البارودي يا مستر؟ عشان البارودي كان شاعر وكان وزير حربية. طب صاحب وفارس الكلمة، هقول لك ده مصطفى كامل. طيب اللي قال للشعب من أجلكم أعقد المعاهدة ومن أجلكم ألغيها، ده مصطفى النحاس. طيب شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين ده لقب يؤخذ لعمر المختار بتاع ليبيا. طب من الاسئله برضو اللي شفناها حلوه في التقييمات ان السيسي ومصر دلوقتي بتحاول تمنع انقسام السودان، بتحاول تخلي السودان دوله متحده، وده نفس اللي عمله جمال عبد الناصر لما وعمله الملك فاروق لما منعوا ان ليبيا تكون منقسمه. جمعت لك ال 460 فكره اللي جم في التقييمات كافكار، هديك اشهر 66 سؤال ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تلاقيهم بالنص في امتحانك بتاع بكره. يلا كده نشوف. تعال نشوف اشهر الاسئله اللي اتكررت معانا يا اخوانا. انا جمعنا من النماذج الاسترشاديه اشهر 66 سؤال. تعال نشوف. اول سؤال بيقول حرس نابليون بونابرت. ابعت لي وابعت لك برده البي دي اف ده وان شاء الله الدنيا تبقى تمام. احنا بنسهر معاكم لحد اللجنه وبنحل معاك اسئله حتى اكتر من اللي احنا قلناه واكتر من الموجود على اليوتيوب وافكار كتير قوي. والله لا هدفنا شهره ولا هدفنا نقول الامتحان جه مننا ولا الكلام ده خالص. هدفنا ان انت تخرج تقول جزاك الله خير يا مستر، بجد الراجل ده الله يبارك له، مش عايزين منك اكتر من كده. تمام؟ طيب تعال نشوف اول سؤال. حرص نابليون بونابرت قبل وصول حملته الى الشواطئ المصريه على ارسال منشور سنه 98 يجامل فيه الدوله العثمانيه. نستنتج من هذا المسلك رغبه نابليون فيه. طبعا نابليون يا شباب ما دام بيجامل السلطان العثماني يبقى تجنب دخول في مواجهه عسكريه مبكره مع السلطه الشرعيه. انا هنجزك بقى ونقول الاجابات على طول. فوجئ المماليك بوصول الحمله الفرنسيه الى غرب مصر، فكانت قوه البلاد قد استهلكت في صراعاتها الداخليه دون الاهتمام بتحصين حدود البلاد. السؤال ده جابه بكذا طريقه، منها ان ما كانش فيه ولا حتى برميل بارود واحد في البلاد. طيب بقول لك بقى ده بيدل على ايه؟ طبعا استنزاف المقدرات الاقتصاديه والعسكريه في النزاعات بين المماليك. طيب ايه كمان؟ سؤال رقم 3.
فشل نابليون في إخضاع أهالي الصعيد. أنا قلت لك السؤال ده بيتكرر كتير جدا 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 جدا، لا إما طول الوادي، لا إما افتقاده للجي بي إس، لا إما امتداد السهل الفيضي. فالإجابة معانا هنا الطبيعة الجغرافية للوادي والمدد اللوجستي. يعني إيه يا شباب مدد لوجستي؟ يعني دولة بتدي دعم لدولة، دولة بتعطي دعم لدولة، ده اسمه مصطلح لوجستي، أخدته في الجغرافيا لو فاكر يعني. رفض مراد عرض نابليون لحكم الصعيد بينما وافق على عرض كليبر. يفسر هذا التناقض موقف ايه لمراد؟ هنقول ان مراد ده شخص عنده ايه؟ شخص بيبص لمصلحته الشخصيه، صح؟ يبقى الاجابه معانا هتكون سياده المصلحه الشخصيه والبراغماتيه. انا قلت لك كلمه براغماتيه يعني حد بيبص لمصلحته، اي حد بيبص لمصلحته بنقول عليه براغماتيه. راديوكالي يعني شخص شخص عنده حاجه اسمها انفصام في الشخصيه. سؤال 5، الدارس الجيد للتاريخ يستطيع قراءة مشهد النهاية للحملة. ما دام قال مشهد النهاية أو بداية النهاية يبقى بيتكلم على معركة أبو قير البحرية، صح؟ يبقى الإجابة تدمير الأسطول الفرنسي في البحر المتوسط وقطع صلته بالدولة الأم. يقصد مين الدولة الأم يا شباب هنا؟ يقصد طبعا فرنسا. لجأت الدولة العثمانية إلى تطبيق نظام الالتزام. بص خلي بالك، هل في شرط في الملتزم؟ يا شباب كان في شرط يكون موجود في الملتزم، السلطان كان بيشترط الشرط اللي هو إيه؟ القدرة على الدفع، اديني فلوس مقدما. طب هل بقى لو مثلا لعب وغير الكلام السنه دي وجاب المنتفع او الانتفاع، هل كان في شرط يكون موجود في المنتفع؟ الخبره الزراعيه. السلطان العثماني هيديك الارض مقابل ان انت تكون بتعرف تزرعها. بقول لك بقى لجأت الدوله العثمانيه لتطبيق نظام الالتزام لجمع الضرائب من الفلاحين، ترتب على هذا الاسلوب الاداري من الناحيه المجتمعيه. بيتكلم على حاجه لها علاقه بالاداره والمجتمع، فبقول لك هنا غياب الاشراف الاداري المباشر للسلطه وتدهور الانتاج الزراعي، لان طبعا الملتزم كان كل همه ياخد فلوس، فالفلاح كان بيسيب الارض وبيهرب. لم يكن المجمع العلمي اللي اسسه نابليون مجرد مؤسسه بحثيه، بل كان بمثابه صدمه حضاريه. ليه صدمه حضاريه؟ طبعا عشان نبهت المصريين لانماط وشكل حاجات كتير قوي في المجتمع ما كانوش يعرفوها، منها اللبس والاكل والشرب والعادات والتقاليد، حاجات كتير قوي بدانا نقلدهم فيها. اقترح مينو انشاء مصانع لا تضم مصريين. بقول لك على ان يقتصر العمل بها عناصر فرنسيه فقط. يستدل من هذا التوجه لمينو على رغبته في ايه؟ طبعا الحفاظ على اسرار التفوق التكنولوجي. وقلنا ان مينو دلوقتي شخص عنصري او شخص عايز يعمل حاجه اسمها ضمان احتكار المعرفه. حاول بالله عليك لو انت طبعت الورق ده حاول ان انت تضيف المعلومات اللي بقولها، لان احنا اخترنا انا ومجموعه مدرسين اشهر 66 سؤال، فان شاء الله يبقى فيهم الفايده ليك اللي هم دول يعني. تمثل تولية محمد علي حكم مصر سنة 1805 في دار المحكمة حدث استثنائي في تاريخ الوطن الحديث. يقول لك يستدل من ظروف هذا الحدث أن الزعامة الشعبية أصبحت تمتلك طبعا سلطة منح الشرعية للحاكم. بس هنا ندي السؤال، لماذا لم يختار الزعماء حاكم وطني؟ ليه ما كانش فيه حاكم وطني؟ عندي إجابتين. الإجابة الأولى سبب ديني، إن هم عندهم حاجة اسمها عدم إغضاب السلطان أو أمير المؤمنين، السلطان ده ما ينفعش إحنا معاه، أو سبب شرعي. الإجابة التانية سبب سياسي اللي هو قلة خبراتهم السياسية. يعني لو قال لك ليه ما اختاروش حاكم وطني؟ ما كانش عندهم خبرات سياسية كافية، خبراتهم السياسية كانت قليلة. طبعا احنا مكبرين الخط عشان حضرتك تشوف يعني. استغل محمد علي أزمة انخفاض فيضان نهر النيل لاتخاذ قرارات اقتصادية صارمة، نجح من خلالها التخلص من قيود عمر مكرم. يعبر هذا النجاح عن امتلاك محمد علي لذكاء سياسي في ايه؟ طبعا محمد علي اللي حصل في الأزمة الاقتصادية حصل انقسام بين الزعماء، فمحمد علي عنده حنكه سياسيه، عنده ذكاء سياسي، استفاد بقى من الانقسام بتاع الزعماء ده وقدر يستفاد هو. بقول لك توظيف الخلافات الشخصيه بين اقطاب الحركه الوطنيه وتحويل الازمه لترسيخ حكمه. طيب تميزت السياسه العمرانيه والصحيه والدينيه للخديوي اسماعيل في افريقيا بطابع خاص. الطابع الخاص ده اللي هو ايه يا شباب؟ قال لك مصر كانت تستهدف في المقام الاول، هو ليه بعت ناس يعمروا البلد هناك ويطوروا البلد ويحدثوا البلد ويعلموا الناس ويثقفوهم؟ قال لك ممارسه دور تنويري انساني لنشر السلم الاجتماعي. يعني كان عايز يخلي الناس يبقى عندهم سلم اجتماعي، وفعلا اسماعيل كان بيدفع ديات القتلى. السؤال اللي بعده، ترتب على تطبيق سياسه الباب المفتوح والغاء نظام الاحتكار. طبعا في ناس هتستفاد وفي ناس هتتضرر، فبيقول لك هنا بقى الاجابه هتبقى تدهور مكانه طوائف الحرف لصالح البضائع الاجنبيه. وممكن نقول لو جابه لك بطريقه ثانيه، اكثر المستفيدين في سياسه الباب المفتوح او الغاء الاحتكار هم الاعيان. شركه الهند الشرقيه بيقول لك فضلت ان هي تعدي من مصر بدل ما تلف من طريق راس الرجاء الصالح، برغم ان في خلافات مع محمد علي.
وده بيدل على ايه؟ ان المصالح الاقتصاديه فوق الخلافات السياسيه. وممكن نقول لك كمان ان انجلترا دوله دلوقتي بصت لعلاقتها البراغماتيه، يعني علاقتها الشخصيه. هي شايفه دلوقتي ان مصلحتها ان هي تعدي من هنا، فقالت لك بقى انسى اي خلافات قبل كده. بيقول لك محمد علي ما كانش عايز يضم السودان كده وخلاص، لا ده كان له اهداف تانية من ضم السودان او التوسع الجغرافي. ايه اهم حاجه بالنسبه له؟ قال للسلطان طبعا انا رايح اتبع بقايا المماليك، ودي انا لسه شارحها لك حالا. طيب، تقف مصر المعاصره بقوه لحمايه وحده واستقرار دوله ليبيا دلوقتي. ايام جمال عبد الناصر ولا ايه؟ معلش. بقول لك الموقف بقى في الوقت الراهن محمد علي وخلفائه حيث التمسك بيه. يعني باختصار كده بيقول لك مصر في عهد جمال عبد الناصر وفي عهد الملك فاروق كانت بتقول احنا عايزين ليبيا دوله واحده، لان انجلترا وفرنسا كانوا عايزين يقسموها اتنين. فمصر قالت لا يا جماعه احنا ضد المخططات الاستعماريه دي، واحنا بنفشل اي مخطط استعماري، والليبيين اخواتنا واحنا هنفضل اخوات دايما. بقول لك بقى دلوقتي في الوقت الحالي برضو مصر نفس الفكره واقفه برضو بتدافع عن السودان، ومش عايزه السودان تبقى منقسمه، ومش عايزه يبقى في خلافات في السودان. فده بيدل على ايه؟ تامين دوائر الجغرافيا السياسيه وحمايه دول الجوار باعتبارها خط الدفاع الاول عن مصر. طب ممكن ما الاقيهاش كده، ممكن الاقيها بطريقه تانية. هلاقي تامين البعد الاستراتيجي لمصر، ممكن الاقي تامين المجال الحيوي لمصر، ممكن الاقي العمق الاستراتيجي لمصر. طب ما لقيتش دول الجوار، يعني ليه مصر بتقف مع السودان وليبيا وفلسطين؟ لان طبعا بالنسبه لهم مجال حيوي. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك ترتب على مشاركه الجيش المصري في حرب اليونان نتائج سياسيه ممتده لصالح الدوله المصريه. اهم نتيجه طبعا ان مصر بقى ليها شخصيه دوليه. يعني ايه مصر بقى لها شخصيه دوليه؟ يعني مصر بقى ليها شكل، مصر بقى لها قيمه، مصر بقت دوله مستقله تفاوضوا مع محمد علي ولم يتفاوضوا مع السلطان. طيب ممكن كمان نقول اول معركه للجيش المصري لسه ناكد لك عليها الجيش مصري وسكت، فهنا اقول له اليونان. طب لو قال لي اول معركه للجيش المصري منفردا خالصا منذ بدايتها اقول له الشام. حرص محمد علي على انشاء مدرسه الألسن. طبعا محمد علي يا اخوانا لما رفع الطهطاوي قال له احنا نجيب المعارف من بره ونترجمها ونخليها هنا ونعلم الناس، فكده بيعمل حاجه اسمها توطين المعرفه، ودي لسه مأكد لك عليها برضه. فبالله عليك اكد على الكلام ده جامد، ما تخش الامتحان غير لما تاكد على كل كلمه هنا. طيب ايه كمان؟ تعال نشوف. انشا محمد علي جمعيه الحقانيه، من الاسئله الحلوه قوي 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 قوي. بيقول لك عشان يعاقب كبار الموظفين يستدل من انشاء هذه الهيئه على رغبه الوالي فيه. طبعا محمد علي لما عمل جمعيه الحقانيه كان هدفه ان هو يقضي على الفساد الاداري ويفصل بين السلطات، فالاجابه هتكون الفصل بين السلطه القضائيه والتنفيذيه. طيب ايه كمان؟ رفض محمد علي مشروع حفر قناه السويس لما قال لا اريد بالصوره في مصر. بقول لك يعكس هذا الموقف جانب الوالي فيه طبعا قراءته الدقيقه للتاريخ والتنبؤ بالمستقبل، لان ده هتكون ذريعه. بس هنا ممكن نقول سؤال كمان، ان محمد علي ده هو كان شخص بعيد النظر في موقفين. اول موقف معانا اللي هو كان مشروع قناه السويس، ثاني موقف كان بلطة لمان. ليه؟ لانه كان يدرك ان الدول الاوروبيه لا تنظر الا لمصلحتها، يعني لا تنظر الا لعلاقتها البراغماتيه. تمام؟ طيب سؤال 20، انشا الخديوي اسماعيل مجلس شورى النواب واقتصر على طبقه الاعيان والعمد والمشايخ فقط. ركز بقى، ده بيدل على ايه؟ طب هيعملوا ليه؟ بيقول لك طبيعته ان هو كان منحه من الحاكم لاضافه لمحه حضاريه ومظهر حضاري امام دول اوروبا. يعني كان ايه؟ منحه من الحاكم، يعني بيعمل حاجه اسمها رونق وبهاء. سؤال 21، واجهت مصر عبر تاريخها المعاصر تحولات في تشريعات الارض الزراعيه، فظهر قانون المقابله في عهد اسماعيل، وبسبب قانون المقابله ظهر ناس راس مالين الاغنياء وادالوا الارض وملكوا الارض وخد اللي انت عايزه من الارض. وظهر قانون الاصلاح الزراعي في ثوره 52. بقول لك بقى لما اجي اقارن القانونين دول هستنتج ايه؟ هقول لك ان قانون المقابله دفع عشان خاطر الازمه الماليه، بينما قانون الاصلاح الزراعي اتعمل عشان العداله الاجتماعيه. ايه اللي خليت ناس اغنياء تظهر؟ لان انا كنت محتاج فلوس فالغني بقى غني اكتر. طيب في عهد جمال عبد الناصر لا انا عملت عداله بقى، انا ما كنتش محتاج فلوس، انا كفايه اصلا فلوس البنوك اللي انا صادرتها. طيب ايه كمان؟ حاول ما تقعش مني بالله عليك، احنا خلاص يعني الفيديو مش هيبقى طويل ان شاء الله يعني. بدأت الحركة العربية في يناير وفبراير بتحرك الضباط المصريين لعزل وزير الحربية عثمان رفقي. بقول لك يستنتج من هذا المسار. طبعا بص يا اخوانا انا قلت لك ان هو ركز في التقييمات على ان الثوره العربيه قامت لسببين، سبب اداري ان هو كان بيعامل المصريين ما بيرقهمش وبل بيقلل الوظائف بتاعتهم، وسبب اقتصادي او مالي اللي هو الفلوس. فالاجابه هتكون الظلم الاداري والمالي.
واجه احمد عرابي صعوبات بالغه في تنظيم الدفاع عن البلاد نتيجه صدور فرمان العصيان وتواطؤ اداره شركه قناه اللي هي ديليسيبس. الموقف السابق ده بيدل على، طبعا انا قلت لك السؤال ده في التقييمات بنسبه كبيره يجي مقالي، اللي هو غياب وحده الصف الداخلي وتشتت الفكر. من الدروس المستفاده ان انت طبعا لازم يبقى الناس اللي معايا دي ناس اعرف اثق فيها، وانا اخش احارب ولا اتخانق وانا معايا 2 3 من صحابي، واول ما اقول لي خناقه يقول لي انا بسلك. بتسلك مين يا صاحبي؟ انت معايا، لا تتخانق معايا بدراعك لما تتخانقش. طيب تعال نشوف لما تبقاش صاحبي قصدي. طبقت سلطات الاحتلال البريطاني في مصر من خلال افكار دافرن وكرومر معروفه باسم سياسه النجلزه. طبعا انا قلت لك كلمه نجلزه معناها ان احنا هنشغل الانجليز مكان المصريين. انجلترا بقى بتقول احنا بنعمل النجلزه ليه؟ علشان ما فيش كفاءات في القدرات المصريه، وده انا برضو شرحته لك بالتفصيل من شويه. طيب ايه كمان معانا؟ نجح الزعيم مصطفى كامل عقب حادثه دنشواي تنظيم حمله صحفيه دبلوماسيه احرجت الحكومه البريطانيه في المحافل الدوليه. بيقول لك كده مصطفى كامل بيمتلك مهاره اسمها ايه؟ مبدئيا كده مصطفى كامل حابين ناكد ان هو اسمه فارس الكلمه. حابين ناكد على مصطفى كامل ده ان هو استخدم حاجه اسمها تشهير دولي. حابين ناكد ان مصطفى كامل هو صاحب جمله لا يأس مع الحياه ولا حياه مع اليأس. فكده الشخص ده قدر يعمل حاجه اسمها توظيف التجاوزات العسكريه للمحتل لاحراجه دوليا. سؤال 26، تراجعت القوات الفرنسيه امام القوات البريطانيه في حادثه فاشوده، بدل ما يتخانقوا في فاشوده رجعوا. طب ايه كمان؟ دون صدام عسكري. وترتب على ذلك تحول جذري في سياسه الخديوي عباس حلمي الثاني. بيقول لك الراجل ده كمان هو كمان اتحول. فاكر جات لك ازاي من شويه؟ راديوكالي او شيزوفرينيا، اتحول، اتغير، اصيب بالانفصام، طبعا ادراكه لضعف الدبلوماسيه الفرنسيه وتحوله للمهادنه. راح عمل بقى اتفاقيه الحكم الثنائي، وراح عمل ترسيم الحدود، وراح بدا يزور هناك لندن. الدنيا اتغيرت خالص يعني. ليه؟ لان الشخص ده ما بقاش شخص متزن، زي حد كده قاعد بيتفرج عليا عمال اقول له التوقعات والاهم الحاجات وعمال يلف على كل المدرسين. ماشي. طيب سؤال 27، ارسلت بريطانيا وفرنسا المذكره المشتركه الاولى والثانيه. في كل سنه بيجيب الاولى بس او الثانيه بس، يعني الاولى تلميح بالتدخل، الثانيه تهديد بالتدخل. الاولى مثلا كانت منع انشاء مجلس النواب، الثانيه تهديد باحتلال البلاد وزريعه. ويجيب لك بقى الوزارات. مين اللي استلم المذكره المشتركه الاولى؟ ده شريف باشا، وكان راجل سياسي، وما يدركه رجل السياسه لا يدركه رجل الحرب. وكان يقول لك بقى ان بسبب المذكره المشتركه الاولى تعكير صفوه العلاقه بين العرابيين وبين شريف. كان بيجيب الاسئله زي كده، تمام. بس هنا بيقول لك بقى الاولى والثانيه. ليه بعتوا الاولى والثانيه؟ الاجابه طبعا خايفين من وجود حكم نيابي ودستوري يعوق القرار السياسي الموحد. طيب تمسك رئيس الوزراء شريف باشا بتأجيل مناقشة الميزانية مما أحدث خلاف حاد مع العرابيين. يا شريف أنت عملت الخلاف ده ليه؟ قال لك طبعا الشخص ده ما فرقش معاه الخلاف لأن عنده حنكة سياسية. وبأكد تاني على السؤال اهو، بيقول ما يدركه رجل السياسة اللي هو شريف لا يدركه رجل الحرب اللي هو عرابي. ده عنده طبعا راجل بيفهم سياسة، هو عنده حنكة سياسية. طيب ايه كمان؟ صنف قانون التصفية من الأسئلة المهمة جدا 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 كأحد أبرز مظاهر التدخل الأجنبي في شؤون مصر، حيث خصص أكثر من نصف الإيرادات. هذا القانون من الناحية الاقتصادية، يعني قانون التصفية لما نخلي مرتبات أقل من النص، طبعا انهيار الخدمات الأساسية وإحالة آلاف من الضباط للتقاعد. في سؤال بقى هنا ناخد بالنا منه، ما تاخدش بالك أصلا منه. فاكرين لما احنا قلنا يعني أكتر حاجة خطورة في عهد إسماعيل؟ بص، أكثر مظاهر الخطورة وفقد السيادة في عهد إسماعيل طبعا كانت لجنة التحقيق الأوروبية. طب لو قال لي أكثر مظاهر خطورة وفقد السيادة المالية في عهد توفيق والمالية هقول له قانون التصفية. ده سؤال أنت ما تاخدش بالك منه أصلا. طيب إيه كمان معانا؟ اخترنا لك إيه يا بطل؟ نجح الزعيم محمد فريد في إنشاء نقابة عمال الصنائع اليدوية ووسع من دائرة الحزب الوطني. بيقول لك الإجراء ده ليه عمل كده؟ طبعا الراجل ده كان عايز يخلي، بص مصطفى كامل كان بيعتمد على جهود النخبة، يعني بيجيب الناس المتعلمة بس وبياخد رأيهم وخلاص. بس محمد فريد ما كانش كده. محمد فريد كان عايز يخلي الحزب الوطني ده كبير جدا. طب الهدف من ده إيه؟ التنظيم السياسي وربط الحركة الوطنية بالحركة العمالية. سؤال 31،
يقول لك يمثل قانون التصفية في عهد توفيق نموذج لسلب السيادة الوطنية لمصر، بينما تأميم الشركات وإلغاء الهيئات الأجنبية عقب ثورة 23 يوليو خطوة معاكسة نستنتج من مقارنة الحدثين أن التطور التاريخي. يعني بيقول لك قانون التصفية في عهد توفيق كان بياخد منك السيادة، بس بعد كده في مصر في تأميم الشركات، تأميم يعني خلاص بقت لصالحنا، ده بيدل على الانتقال من مرحلة تقييد الحركة إلى استرداد السيادة الاقتصادية. يعني إيه يا شباب؟ يعني خلاص مصر بقت هي المتحكمة في كل حاجة بعد ثورة 52. تعال نشوف برضه من الأسئلة الصعبة والمهمة. يرى المؤرخون أن هناك قاسم مشترك بين النتائج السياسية لتسوية لندن والنتائج السياسية لتصريح 28 فبراير. إيه القاسم ده؟ بص، تسوية لندن حرم مصر من انتصاراتها الخارجية وخلى عدد الجيش 18,000 بعد ما كان 320,000، فكده عمل حاجة اسمها تحجيم عسكري. كمان ادى مصر استقلال منكوس فعمل تحجيم سياسي. يبقى الإجابة هنا منح مصر استقلال مشوه أو منكوس مصفد بقيود وتبعية. هنا خدوا عليهم شروط وهناك التحفظات الأربعة. طب إيه كمان؟ تباينت طبيعة اللجان في تاريخ مصر الحديث فظهرت لجنة التحقيق العليا ثم لجنة الوفد المركزية. من الأسئلة الحلوة أوي 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 اللي أنت برضه ما بتاخدش بالك منها أوي. لجنة الوفد المركزية دي واحد اسمه عبد الرحمن فهمي، ده اللي سعد زغلول قال له أي حاجة تحصل قول عليها. طب إيه كمان؟ في عندك بقى هيئة الوفد، دي بتاعت سعد زغلول واصحابه اللي سافروا مؤتمر الصلح. في بقى حزب الوفد، ده اللي تم انشاؤه بعد ثوره 19. ففرق بين هيئه الوفد ولجنه الوفد وحزب الوفد يا صغنن، ركز. طيب بقول لك بقى، لجنه التحقيق انتزعت. الاجابه هنا بقول لك ايه الفرق بين الاثنين. لجنه التحقيق الاوروبيه طبعا خدت السياده، بس لجنه الوفد قدرت تبطل المخطط الاستعماري اللي هو كان اسقاط التوكيلات. طيب السؤال بتاع تخلت فرنسا عن دعم القضية المصرية في عهد مصطفى كامل لما وقعت الاتفاق الودي. ده حصل بالكربون في حادثة فاشودة. ليه؟ لأن حادثة فاشودة كان مين؟ كان عندك الشعب المصري وكان عندك السلطان وكان عندك الخديوي وكان عندك مصطفى كامل. كل دول كانوا منتظرين ان فرنسا هتيجي تخش في صراعات مع انجلترا. انتهت حادثة فاشودة بالوفاق ما بينهم، نفس اللي حصل في الوفاق الودي، تمام؟ بالكربون. بس برضو من الأسئلة الصعبة إن دي مش أول مرة يحصل وفاق بين إنجلترا وفرنسا أو تقسيم للوطن العربي. أول مرة وأول بذرة حصل في مؤتمر برلين. بس خلاص ركز، إحنا 10 دقايق ونخلص أهو، ركز بقى الله يرضى عنك. طيب إيه كمان معانا؟ تميزت أحداث تاريخية مفاجئة زي مذبحة الإسكندرية وحريق القاهرة بطابع من الغموض وسرعة التوظيف السياسي. بقول لك لما بيحصل حاجات فيها غموض دور على المستفيد. فالمستفيد من وراء كل هذه الأحداث، وخدها قاعدة، خدها قاعدة، كل الحوادث اللي فيها غموض في المنهج بتاعنا كله بلا استثناء، من أول معاهدة الصلح العامة زي العرب اتصالحوا بعد ما كانوا متخانقين، ثم حريق القاهرة، ثم مذبحة الإسكندرية، أي الأحداث اللي فيها غموض عندك في المنهج دور على المستفيد. والمستفيد في الأحداث الغامضة عندك في المنهج كله هي إنجلترا. فهنا بيقول لك اهو احداث فوضى وتهيئه الاجواء لفرض الاحكام العرفيه وضرب القوى الوطنيه. ليه؟ عشان يحصل حاجه اسمها انشغال الشعب عن مقاومه المحتل. فطبعا المستفاد من اي حدث غامض سواء حريق القاهره سواء مذبحه الاسكندريه سواء الاستانه، اي حدث غامض بالنسبه لك هي انجلترا. السياسه الماليه والاقتصاديه الجائره يعني الظالمه دائما ما تنعكس على كفاءه وقوه المؤسسات العسكريه والوطنيه. تنطبق العبارة السابقة تاريخيا على التوالي على التوظيف على الظروف التي سبقت للاندلاع. بيقول لك ايه بقى؟ ركز. السياسة المالية والاقتصادية الجائرة الظالمة تنعكس على كفاءة وقوة المؤسسات العسكرية الوطنية. يعني انت لما بتظلم في الجانب المالي او الاقتصادي هنا الجيش بيتدخل. طبعا ده حصل معاك فين؟ ده حصل في التذمر العسكري في عهد توفيق اللي هو الثورة العربية، وحصل كمان في تنظيم الضباط الأحرار في عهد فاروق. وممكن تزود من عندي لو قال لك حصل سنة 2011 هتروح قايل مين بقى في 2011 ظهر معايا هنا؟ هروح قايل له طبعا المشير محمد طنطاوي. طب ولو قال لك برضو الجيش اتدخل في 2013 هقول له طبعا السيسي. يبقى 4 مواقف للجيش لا محالة لا محالة موضع امتحان. موقف الضباط الأحرار، موقف الضباط العربيين، موقف مشير محمد طنطاوي، موقف السيسي. طيب ايه كمان؟ بيقول لك شهد ثورة 19 خروج المرأة لأول مرة في المظاهرات ورفع شعار الهلال مع الصليب.
كمان في الكنائس والمساجد. هذا التحول الاجتماعي بيدل على طبعا نضج الوعي القومي، ان بقت الامه المصريه كيان واحد. يعني اهو بقينا كلنا مع بعض، ما بقاش في حاجه اسمها فرق ان احنا تبع السلطان او تبع انجلترا، لا بقينا تبع المصريين. واجهت لجنه ميلنر مقاطعه تامه وشامله في كافه فئات الشعب المصري عند وصولها الى القاهره. يعود الفضل الاساسي في هذا الوعي الجماهيري وتجنب الوقوع في الفخ القانوني لبريطانيا الى نتائج اعمال. طبعا مين اللي قال لهم يلا يا جماعه نقاطع لجنه ميلنر وما ينفعش نسمع الكلام ده؟ كان عبد الرحمن فهمي، اللي هي لجنه الوفد المركزيه. ودي من الاسئله المهمه جدا. تمام. سؤال 39 ترتب على حادث اختيار السير ستاك او السير دار، الشخص اللي احنا قلنا مهم جدا وبيجي كتير قوي في الامتحان. تداعيات كارثيه ممتده تمثلت اخطر تلك النتائج على الامن القومي. طبعا احنا خسرنا السودان صح؟ فانا قلت لك ممكن اجيب لك السودان او ليبيا او فلسطين بكلمه عمق استراتيجي، يبقى فقدان العمق الاستراتيجي الجنوبي لمصر، لان هنا الجيش المصري طبعا انسحب من السودان او مشي من السودان. السؤال اللي بعده بيقول وافقت بريطانيا على عقد معاهدة 36 مع مصر، ثم قامت سنة 42 بمحاصرة أسر عابدين بالدبابات، وفرض عليهم تعيين مصطفى النحاس. الحدثين دول بيقول لك بقى تفهم منهم إيه؟ تفهم منهم تغير شكل العلاقة بمصر وتحريكها وفقا لظروفها الدولية. يعني من الآخر إنجلترا نظرت لإيه؟ لمصلحتها. يعني باختصار هنا قارن، ادى مقارنة بين معاهدة 36 وادى مقارنه بين حادثه 42 اللي هو اعتبرها الجيش المصري اهانه له. في الحدثين انجلترا بصت لمصلحتها هي بس. طيب، حرصت ثوره يوليو 52 في عهد جمال عبد الناصر على تقديم دعم اذاعي باللغات الافريقيه ومسانده حركات التحرر الوطني في القاره. هذا التوجه قناعه الثوره بان استقلال مصر لا يكتمل الا باستقلال افريقيا. طيب مين اللي طبق نفس جمال عبد الناصر بالظبط ومؤيد برضه لحد النهارده؟ طبعا اللي طبق الكلام ده كان السيسي. طيب برضه من الاسئله اللي تاخد بالك منها ان جمال عبد الناصر في مؤتمر باندونج في اندونيسيا تبنى سياسه الحياد وعدم الانحياز، وتبنى سياسه استقلال البلاد العربيه والافريقيه. السؤال اللي بعده أثبت الموقف الوطني الأصيل للقوات المسلحة في ثورة 2011 و2013 ثبات عقيدة عسكرية قوامها الأساسي. احنا قلنا يا اخوانا الجيش عندنا عنده حاجتين، الجيش في مصر هنا بيقوم على حاجتين. أول حاجة حماية الحدود، تاني حاجة تلبية الإرادة الشعبية. يعني القاعدة الثابتة للجيش عندك أهم حاجتين، هأمن الحدود كويس قوي، تاني حاجة أشوف الشعب عايز إيه. طبعا ده ظهر في 2011 وظهر في 2013. 11 محمد طنطاوي، 13 السيسي. مثل سعي الزعماء المصريين لتشكيل وفد وطني عقب انتهاء الحرب العالميه الاولى، يقصد سعد زغلول يعني تحول جوهري في الفكر السياسي. قال لك كده ما دام مصريين عايزين يروحوا مؤتمر الصلح وعايزين يقولوا احنا كنا مستقلين، يبقى اسقاط فكره الجامعه العربيه، اسقاط فكره الولاء للسلطان، اسقاط فكره الرابطه الدينيه. جابها بقى بمعنى كلمه وفاه فكره الجامعه العربيه الاسلاميه. طيب تضمن دستور 23 تناقض تشريعي واضح عند الماده 23. طبعا الماده 23 بتقول الامه مصدر السلطات، ولكن نفس الماده 23 بتقول يحق الملك الغاء مجلس النواب. فهنا الاجابه طبعا هتقول لي جمع بين ان الامه مصدر السلطات وبين اليات الحكم الفردي. ممكن يقول لك جمع بين الحكم الديمقراطي وجمع بين الحكم الاوتقراطي. ديمقراطي يعني الشعب، طب اوتقراطي حكم فردي او ديكتاتوري او الملك. طيب السؤال اللي بعده، تكرر مشهد إقالة أو استقالة وزارات الأغلبية زي حزب الوفد، مرة في عهد فؤاد ومرة في عهد فاروق، ومسكت وزارات أقلية لا تحظى بتأييد شعب، الناس ما بيحبهاش. ترتب على هذه الانتكاسات الدستورية من الناحية الوطنية. يا إخوانا لما عين وزارة الشعب مش حاببها فأنا كده بنتهك الحياة النيابية، وفي فرق السماء والأرض بين انتهك اللي هو خالف وبين انتهج اللي هو نفذ. بالله عليك ركز. يجي واحد زي شريف، واحد زي سعد زغلول، واحد زي البارود، واحد زي مصطفى النحاس، ده انتهج يعني نفذ الحياه الدستوريه والنيابيه. اما الباقي بقى كل اللي في المنهج من اول رياض وزيور وكله بقى ده انتهك يعني خالف. تمام، فهنا الاجابه انتهك. تضمن نص معاهده الشرف والتحالف لعام 36 تحول العلاقه بين مصر وبريطانيا من مجرد عداء لتحالف عسكري، وتعهد مصر بتقديم مساعدات لوجستيه. احنا قلنا لوجستيه يعني دوله هتساعد دوله
في حاله الحرب يحمل هذا النص اعتراف بريطانيا مباشر. طبعا ان بريطانيا ما تقدرش تدافع عن مصر بمفردها، وبريطانيا محتاجه دعم في المعارك معاها في الحرب العالميه الثانيه، ودي من الاسئله المهمه خلي بالك. طيب سؤال 47. صرعت بريطانيا بعقد معاهده مع سلطان عمان ثم فرضت معاهده الصلح العامه. انا قلت لك دي كانت خايفه من فرنسا ودي كانت خايفه من محمد علي. طبعا في الحالتين دي ضربه استباقيه عشان تامن مواصلاتها، او در التاجها اللي هي الجوهره اللي بتكون موجوده اعلى التاج اللي هي الهند يعني. طيب السؤال اللي بعده. طبقت فرنسا سياسه الفرنسه الجائره في تونس والجزائر. جائره يعني ظالمه، وفرنسه يعني بيمحي الهويه بتاعتك. بقول لك الشعوب العربيه حاولت تتصدى للفكره دي اللي هي فكره الجامعه الاسلاميه وجماعه علماء الجزائر. جماعه علماء الجزائر اللي هم عبد الحميد بن باديس، رشيد رضا، بشير الابراهيمي. طب ايه كمان؟ توجه خالد بن عبد القادر الجزائري وسعد زغلول لمؤتمر الصلح، وفي النهايه الاثنين عادوا بخفي حنين، يعني ما حققوش اهدافهم الاثنين. طيب ده بيدل على ايه؟ ان الدول الاستعماريه تتقاسم المصالح والنفوذ ولا تمنح الحريات عبر الطاوله. مفيش دوله اوروبيه هتديك استقلالك كده تقول لك خد يا حبيبي استقلال، يلا يلا احنا ماشيين. الاستقلال ما بيجيش غير بالقوه، زي ما قال السادات انما اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه. طيب ايه كمان؟ معانا سؤال 50. قامت بريطانيا بتجديد معاهدة الصلح العامة وتحويلها لحماية رسمية على مسقط ثم الكويت في النصف الثاني من القرن 19. ارتبط هذا الإجراء الاستعماري، طبعا هم ما صدقوا ان استغلال تقليص نفوذ محمد علي. بص، محمد علي في نظر انجلترا كان ديك رومي، هو اللي بيحمي كل البلاد العربيه، زي جمال عبد الناصر في نظر امريكا برضه هو اللي بيحمي البلاد العربيه. فهنا انجلترا ما صدقت اتخلصت من محمد علي ففرضت الحمايه، وده من الاسئله الحلوه قوي. لماذا فرضت الحمايه على مسقط والكويت؟ بسبب تخلصها من محمد علي في تسويه لندن. طب سؤال كمان، هي انجلترا اتخلصت من محمد علي نفسه ازاي؟ اتخلصت منه باضعافه اقتصاديا اللي هي مالطا ليمان. طب هل حصل اي مواجهه عسكريه بين انجلترا ومحمد علي؟ لا. طيب سؤال 51. عقد مؤتمر برلين نموذج فجا لما يعرف بالسياسه الواقعيه، المصالح بتاعتهم يعني بين القوى العظمى في اوروبا. يستدل على صدق العباره، بقول لك مؤتمر برلين ده حاجه فظيعه. يستدل منها ايه؟ ان دول اوروبا طبعا بصت لايه؟ بس احنا ممكن نقول ان دول اوروبا تنظر للعرب كقطعة خبز أو قطعة من البيتزا. يعني من الآخر هما بيقسموا البلاد العربية، شايفين إن البلاد العربية بالنسبة لهم دي حتة بيتزا، يلا تعالى نقسمها مع بعض. طبقت سلطات الانتداب الفرنسي في سوريا ولبنان عقب الحرب العالمية الأولى سياسة إدارية جائرة ظالمة، اعتمدت على تقسيم البلاد العربية إلى دويلات صغيرة زي الدروز والعلويين والموارنة. بقول لك فرنسا هدفها إيه من موضوع إن هي تقسم سوريا؟ بص يا إخوانا، إحنا قلنا فرنسا فصلت الرأس عن الجسد لما فصلت سوريا عن لبنان، وانجلترا فصلت الرأس عن الجسد لما فصلت مصر عن السودان. طب هم هدفهم ايه بقى؟ اضعاف المقاومه الوطنيه. ليه اضعاف المقاومه الوطنيه؟ لان هم لو سوريا ولبنان لسه مع بعض فمعنى كده يبقوا اقوياء، انما لما نفرقهم عن بعض مش هيبقوا اقوياء. طب ايه كمان؟ اكثر المستفيدين من سياسه، ركز بالله عليك في السؤال ده، اكثر المستفيدين من سياسه فرنسا في سوريا لبنان وتركيا، لان تركيا خدت لواء الاسكندرون. طب اكثر البلاد العربيه اعتراضا على التقسيمات الجغرافيه واشترطوا اعتراف البلاد العربيه بحدودها القائمه في جامعه الدول العربيه، اكتر بلدين حطوا الشرط ده عشان يخشوا جامعه الدول العربيه قال لك عايزين اعتراف بالحدود بتاعتنا بتاعت دلوقتي. كان عندك مين يا شباب؟ كان عندك السعوديه ولبنان، لان السعوديه خدت تعسير ولبنان خدت اجزاء من سوريا، فهم اشترطوا الشرط ده قبل ما يخشوا الحرب. طيب ايه كمان؟ قامت روسيا البلشفيه بتسريب بنود اتفاقيه سايكس بيكو السريه بين فرنسا وبريطانيا. التسريب ده طبعا وضح للعرب صدمه بقى، ايه الصدمه؟ ان الوعود بالاستقلال علنا والتقسيم لمناطق النفوذ خفيا، وعدوا الشريف حسين ان انت هتستقل، بس منهم من بعد قسموا منطقه الهلال الخصيب اللي هي سوريا والعراق. طب هنا كمان عايزين نقول روسيا البلشفيه غيرت نظام الحكم من ملك الجمهوري، وفرنسا غيرت نظام الحكم من ملك الجمهوري، ومصر والعراق غيروا نظام الحكم من ملك الجمهوري. بس لو قال لك اولى الدول العربيه حصولا على الجمهوريه هقول سوريا، تمام؟ انما دي بلاد عربيه ودي بلاد اوروبيه غيروا نظام الحكم، يعني عملوا ثورات. سوريا ما عملتش ثورات عشان تاخد نظام الحكم، عشان تغير نظام الحكم، هي حصلت عليه كده، حصلنا عليه من قبل مين؟ من قبل فرنسا.
وقعت العراق معاهدة بورتسموث مع بريطانيا لكنها فشلت. أي معاهدة فشلت أعرف إن الشعب عنده وعي، واعرف إن الشعب شايف إن المعاهدة دي لم تؤدي إلى استقلال حقيقي. فطبعا هتكون الإجابة وعي الشعب الجماهيري بالمخططات الاستعمارية. طبقت سلطات الانتداب الفرنسي في سوريا ولبنان عقب الحرب العالمية الأولى. ماشي، ده لسه احنا قلنا من شوية. الصفحة دي متعادة تقريبا. رحبت بريطانيا عبر تصريح وزير خارجيتها مستر إيدن بوحدة العرب. بريطانيا وهي بترحب بوحدة العرب خلال الحرب العالمية الثانية. الدافع الحقيقي للاحتلال وراء هذا الترحيب الدبلوماسي، بص يا اخوانا، هي بريطانيا رحبت ليه بمعاهدة 36 عشان تضمن العرب يقفوا معاها، مصر تقف معاها. وليه دلوقتي في مستر إيدن بترحب برضه بالوحدة؟ عشان نقف معاها. يبقى الإجابة إيجاد تكتل عربي موحد يقدر يخدمها في الجانب الاستراتيجي ويقدر يخدمها في الجانب الاقتصادي اللي هو النفط. نص ميثاق جامعة الدول العربية أن القرارات التي تصدر بالإجماع تكون ملزمة لمن يقبلها، أما ما يصدر بالأغلبية فلا يلزم إلا على من يقبله. طبعا دي كانت الكارثة. ترتب على هذا المادة التشريعية من الناحية العملية طبعا ترسيخ مبدأ السيادة الفردية، مما ظهر بوضوح في حرب فلسطين 48 إن إحنا ما قدرناش ننتصر على الكيان، على شوية ناس ما لهمش لازمة اسمهم إسراء. طيب سؤال 60. رفع الثوار الفلسطينيين شعار وقت الثورة هي شغالة، فلسطين رفعوا شعار إيدينا مبسوطة ليكوا بالسلام أو مبسوطة بالخصام، فاختاروا ما تشاءون. كمان كملوا وقال لك أما عن فلسطين فهي لنا أو ننطوي تحتها، يعني لا هناخد فلسطين نحررها لا هنموت جواها. ده الشعب الفلسطيني رفع الشعار ده. طيب بقول لك بقى، تجسد هذا الشعار عمليا على أرض الواقع عند صدور قرارات لجنة بيل الإنجليزية من خلال، يعني هم قالوا لا إما تدونا السلام وناخد السلام والصلح بالود لا إما هنموت. فظهر بقى عمليا بالفعل إن هم بيموتوا فعلا في تجديد الثورة المسلحة والخصام، لأن اقتراح التقسيم يعني اقتطاع جزء من الوطن، وأي تخلي عن جزء من الأرض يعتبر تخلي عن الأرض. فالشعب الفلسطيني نفذ الشعار بالفعل ومات في الثورة اللي حصلت سنة 37 في فلسطين اللي هي الثورة العربية الكبرى في فلسطين. طيب السؤال اللي بعده، أثبتت معارك حرب أكتوبر قدرة القوات المسلحة المصرية على كسر وإسقاط نظرية الحدود الآمنة. وهنا يقصد الحدود الآمنة يقصد خط بارليف. في غضون ساعات معدودة يعود الفضل الأساسي في هذا الإنجاز طبعا عنصر المفاجأة والخداع السياسي، بس ممكن أقول كمان يعود ذلك إلى سلاح المهندسين. المهندسين يا شباب هم اللي كان عندهم خبرة إزاي نجتاز الخط ده. اتخذت الدول العربية المنتجة للنفط يقصد كويت قرار اجماع بحظر تصدير البترول وتقليص انتاجه، هنقلل وهنمنع ان احنا نديه لاي دوله. بتساعد مين؟ بتساعد اسرائيل. بيقول لك لهذا الاجراء الاقتصادي في انه طبعا الاهميه بتاعته اول استخدام ناجح للنفط والوحده العربيه، وكمان اصاب شرخ في حلف الاطلسي اللي هو بعد كده بقى اسمه حلف الناتو. تمام؟ يعني بجد اثبت ان العرب لما اتحدوا فعلا قدروا يحققوا اهدافهم يا شباب. طيب سؤال 63. عقد مؤتمر بالتمور بحضور ممثلي الحركة الصهيونية وصنف كنقطة تحول استراتيجية في مسار القضية الفلسطينية. يعود هذا التصنيف إلى أن المؤتمر طبعا احنا قلنا الحليف الدولي اتغير، فالإجابة هتكون انتقال مركز الثقل والرهان الصهيوني من بريطانيا إلى الولايات المتحدة. يعني بدل ما كانت إنجلترا هي اللي بتساعد اليهود أصبح مين اللي بيساعد اليهود؟ أصبح اللي بيساعد اليهود أمريكا. السؤال اللي بعده، يستنتج من التحليل التاريخي المقارن للكتب البيضاء الأول والثاني والثالث أن بريطانيا تميزت بيه. بص من الأسئلة الحلوة قوي، بريطانيا في الثلاث كتب كان ليها قواعد ثابتة وكان لها قواعد مرنة. إيه القواعد الثابتة؟ أكدت على وعد بلفور في الثلاث كتب. طب إيه القواعد المرنة؟ تحجيم وتقليل عدد السكان والهجرات. فالإجابة الثبات الاستراتيجي المطلق لتأسيس وطن لليهود مع مرونة تكتيكية لامتصاص غضب العرب. كل ما العرب يتضايقوا يقولوا لهم هنقلل ونحط قيود على الهجرة. نجح الجيش المصري في معركة رأس العش وتدمير المدمرة إيلات يعني في حرب الاستنزاف خلال عهد جمال عبد الناصر في مرحلة الصمود والتصدي. أثبتت هذه المعارك عسكريا أن مصر طبعا رفضت الاعتراف بالهزيمة تماما. طب مين أشهر شهداء الاستنزاف؟ من أشهر الناس اللي ماتوا في الاستنزاف يا شباب شخص اسمه عبد المنعم رياض. لا مش اللي في الوراق ولا اللي في التحرير، عبد المنعم رياض ده الحقيقي، تمام؟ مش الشوارع ولا المناطق. طيب من اشهر شهداء التل الكبير شخص اسمه محمد عبيد.
طب من اشهر شهداء حرب فلسطين 48 شخص اسمه البطل احمد عبد العزيز. تعال نشوف اخر سؤال مع الدفعه اللي جابت اجلي، الدفعه المتعبه جدا 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 اللي عدنا لهم المنهج 880 الف مره، مليون مره، وبرضه بينسوه. تعال بيقول لك ايه: تمثل نجاح القياده العسكريه المصريه في التجهيز لحرب اكتوبر عبر خطط المشير احمد اسماعيل والشاذلي والجمسي، تطبيق عبقري لمبدأ المفاجأة الاستراتيجية، تحقق هذا الهدف تكتيكيا من خلال. طبعا هم عملوا ايه يا شباب الثلاثه؟ قدروا في النهايه يعملوا حاجه اسمها شبكه خداع واسعه. شبكه خداع واسعه نجحت في عزل متخذ القرار الاسرائيلي عن مراكز الاستخبارات، يعني قدروا من الاخر يقنعوا اسرائيل ان احنا مش مستعدين، بس هم كانوا في قمه الاستعداد، وده اتشرح بالتفصيل الممل في الفيديوهات بتاعت الشرح بتاعتك. طيب كده نقول اخيرا تم بحمد الله انتهاء دفعه 2026. ما نقدرش نقول لكم اي حاجه غير هتوحشونا كتير، ما بحبش الوداع. لو وقف معاك حاجه لحد ما تخش اللجنه ابعت لي، وان شاء الله هفضل سهران معاك لحد بعد ما تيجي من اللجنه، سواء بقى اجزاء سواء اسئله، هتلاقيني معاك وفي ظهرك. مش عايز منك اي حاجه غير ان انت تدعي لي، سواء دلوقتي سواء بعد اللجنه، وكل ما اجي على بالك ادعي لي. قول كان في واحد بيتعب معانا وشرح لنا المنهج 500 مره. ماشي، اشوفك على خير، سلام.